السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. أنا دكتور عمرو نادي، وبإذن الله هنكون مع بعض النهاردة في الجزء الثاني في المحاضرة في تسمية المركبات الهيتيروسايكل كومباوند. طيب، المطلوب منك إيه في البداية؟ المطلوب منك في البداية تكون مركز أوي 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 معايا في المحاضرة. ليه يا دكتور؟ لأن الجزء ده جزء شيق وجزء جميل، هنطبق على اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت وهنضيف عليه شوية معلومات زيادة. فأنت المفروض منك إيه؟ تكون مراجع اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت ومركز معايا دلوقتي علشان لما نيجي نطبق تبقى انت فاهم احنا بنطبق ازاي. طيب، كوبايه القهوه بتاعتك الجميله، ويلا بينا نخش معانا فين في الجزء التاني. طيب، قبل ما نبدا الجزء التاني نفكر بعض كده، واحنا خدنا ايه المره اللي فاتت؟ خدنا يا دكتور تسميه المركبات الايه، واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. خدنا مع بعض يا دكتور تسميه المركبات الكومن. في عندي حاجه بسميها بنزو فيوزد سايكل، لما يكون البنزين ماسك في البيورين في البيريدين كنا بنسميه الكينولين، ده بسميها الكومن نيم. وبعد كده خدنا يا دكتور البنزو فيوزد، يعني البنزين ماسك في حاجة. وبعد كده خدنا ايه؟ وبعد كده خدنا القاعدة دي. بدأنا ناخد في ان انا ما يكون عندي حلقة هيتيرو ماسكة هنا، مثلا عندي ان ماسكة في حلقة تاني هيتيرو. هنبدأ نسمي ازاي؟ دي بقى هنا بقى يا دكتور خدنا شوية قواعد، وقلنا يا دكتور ان احنا عندنا حاجة بسميها الحلقة الفيوزد، والحلقة السايد اوف فيوجن، وعندنا البيرنت. وكنا خدنا شوية قواعد ازاي بنحدد معنى البيرنت، صح؟ وقلنا يا دكتور ان السايد اوف فيوجن بيكون فيه ثلاث حاجات. اول حاجة بيكون عندنا الليتر، والليتر ده كنا بنجيبه منين؟ من البيرنت، من الاب. طيب، وعرفنا ازاي بنجيب الحرف بتاعنا ده. وبعد كده كان عندنا رقمين، الرقمين دول كنا بنجيبهم منين؟ من الحلقة الفيوجن. طيب، واحدة واحدة مع بعض نسترجع بكل بساطة. هو أنا إزاي كنت بجيب البيرنت بتاعي؟ والبيرنت بتاعي كنت بجيبه، ديت السلايدز دي ملخصة كل حاجة. أول حاجة كنت بدور على النيتروجين كونتيننج أتوم، يعني إيه؟ المركب اللي عنده نيتروجين. المركب اللي عنده إيه؟ عنده نيتروجين. طيب يا دكتور الحلقة دي عندها نيتروجين، خلاص انا هاخد الحلقه اللي فيها نيتروجين. طب الحلقه دي ما فيهاش نيتروجين، خلاص مش هاخدها. طيب يا دكتور الحلقه بتاعتي ما كانش فيها نيتروجين، خلاص هبدا اشوف الاولويه بتاعتي. الاولويه كانت بتقول لك ايه؟ كانت بتقول لك ان الاكسجين احسن من السلفر. هات بس لون يكون ظاهر. ان الاكسجين احسن من مين؟ احسن من السلفر. طيب جميل. وبعد كده قال لك اختار اكبر عدد من الحلقات، greatest number of ring. هختار معايا بعض ايه؟ اعلى عدد من الحلقات. بس كده؟ لا. قال لك لو انت شفت كده وشفت يا دكتور حددت الحلقه اللي فيها نيتروجين خدتها، لو ما كانتش موجوده هناخد الحلقه اللي فيها اكسجين، بعد كده الحلقه اللي فيها سلفر. طيب يا دكتور انا كان عندي حلقتين والحلقتين فيهم نيتروجين او الاتنين فيهم اكسجين، هعمل ايه؟ شوف الحلقه اللي حجمها كبير، يبقى الرينج سايز بتاعها اكبر، ناخده الرينج سايز. طب يا دكتور الرينج سايز قد بعض بالظبط، يعني ده 5 ذرات وده 5 ذرات، دي فيها نيتروجين ودي فيها نيتروجين، نعمل ايه؟ قال لك شوف اللي عندها اكتر عدد من الهيتيرو اتوم. يعني ده عندها 3 هيتيرو اتوم، ده عندها 2، لا هاخد اللي عندها 3 هيتيرو اتوم. طب يا دكتور كل ده عنده 2 هيتيرو اتوم وده عنده 2 هيتيرو اتوم، وكمان حجمهم 6 ذرات، اعمل ايه؟ قال لك نبص يا دكتور شوف الفرايتي. يعني مثلا الناس اللي عندها ان واكسجين احسن من الناس اللي عندها ان وسلفر، احسن من الناس اللي عندها ان وان. جميل، يبقى انا كده اشوف الايه؟ اشوف الفرايتي اوف هيتيرو اتوم. طب يا دكتور ليه الاثنين عندهم ان وان، او ان وسلفر، او ان او، الاثنين الحلقتين موجودين نفس الكلام ونفس الحجم ونفس الهيتيرو اتوم ونفس كل حاجه، اعمل ايه؟ قال لك يا دكتور خلاص شوف الجريتست نمبر اوف هيتيرو اتوم فيرست، وبعد كده اللي موجودين يعني ماشي احنا كده حددناهم اصلا. بعد كده ايه؟ قال لك شوف الرقم بتاعهم، يعني مثلا واحد واثنين احسن من واحد وثلاثة، احسن من واحد وايه واربعة. يبقى يا دكتور انا بشوف الفرايتي وبعد كده بشوف الاحسن في الجريتست، يعني ان الاكسجين احسن من السلفر احسن من النيتروجين يعني. هو ده قصده في الايه؟ في القاعده السابعه. طيب جميل 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 جميل. يبقى احنا كده يا دكتور هنعمل الحلقات دي. طيب واحدة واحدة بقى نطبق مع بعض، أو مش هنطبق مع بعض. ده كان قواعد إن أنا بحدد البيرنت بتاعي. طيب يا دكتور والله أنا حددت البيرنت بكل بساطة. هخش بقى على الحلقة الفيوجن. الفيوجن ليها قاعدة، والقاعدة بتاعتها بتقول إيه؟ قالك وأنت بتسمي الحلقة الفيوجن، لو كانت عندك الحلقة الفيوجن مثلا بايريدين بالشكل ده، أو بيرول بالشكل ده، هتسميها إزاي؟ قالك أنا بضيف بريفكس اسمه الأو، يبقى بايرولو، يعني انا بضيف حرف الاو في الاخر كبريفكس عادي. طب يا دكتور لو انا عندي فيوران، مركبات كومون بقى فيوران، قال لك بسميها فيورو. طب لو عندي حاجه بسميها اميدازول بسميها ميدازو. عنده بايريدين بسميها بايريدو. لو عندي بايريميدين بسميها بايريميدو. عنده سيوفين بسميها سايينو.
طيب يا دكتور عندي بايريدازين بسميها بايريدازينو. طب يا دكتور عندي بايرازين بسميها بايرازينو. طب عندي يا دكتور كرومين بسميها كرومينو. عندي بايرول بسميها بايرولو. بسميها ايه؟ بايرولو. يعني من الاخر بشوف الحلقه اسمها ايه، اسمها ايه زائد حرف الاو. طيب في شواذ على كده؟ دولت شواذ يا دكتور اهم. اما دولت انا شفت الحلقه اسمها، شلت حرف الاي وحطيت مكانها الاو. شلت حرف الاي الاخير، شلت حرف الاي وحطيت مكانه ايه؟ حرف الاو. حطيت مكانه حرف الاو. يبقى دي قاعده مين؟ قاعده الفيوجن. يبقى قاعده الفيوجن انا بعمل ايه؟ بسمي الحلقه عادي، اشيل حرف الاي الاخير واحط مكانه حرف او، اشيل حرف الاي الاخير واحط مكانه حرف الاو. يبقى القاعده بتقول لك ايه؟ الاسم زائد ان انا قصدي ناقص ان انا هشيل حرف الاي، وبعد كده هضيف حرف الايه؟ الاو. جميل جميل، ده بالنسبه للفيوجن. طب يا دكتور الرقمين ده كنت بجيبهم منين؟ كنت بجيبهم من الحلقه بتاعتي. طب والليتر كنت بجيبهم منين؟ من البيرنت. وعرفنا القواعد بتاع الليتر والقواعد بتاع النمبر. طيب يبقى كده تعالى على جنب كده يا دكتور نركز مع بعض تاني. هو انا كده ناقصني ايه بالظبط؟ انا زمان لما كنت بسمي الالكان او الالكين او الالقين كنت بقول لك يا دكتور انا عندي حاجه بسميها سبستيتيوشن، اللي هو التفرعات، زائد البيرنت لما كنت بسميها، صح؟ طب يا دكتور ولنفرض انا عندي حلقه هتيرو اتوم بالشكل ده، ان ماسكه بالشكل ده، عامله دبل بوند هنا ودبل بوند هنا، ماسكه مع فيوران مثلا. انا اسمي الحلقه دي ايه بقى بالظبط؟ اسميها ازاي دي، ولا هعمل فيها ايه بالظبط؟ قال لك يا دكتور ماشي، انا كده عرفت القواعد بتاعتها. طب يا دكتور لو انا عندي هنا مثلا CH3، طب لو عندي هنا كلور، طب لو عندي هنا فلور، ده هنا يا دكتور دلوقتي بسميهم ايه؟ بسميهم تفرعات. بسميهم ايه؟ تفرعات، سبستيتيوشن. حلو الكلام. يبقى انا كده عندي سبستيتيوشن. اعمل ايه في الكلام بقى يا دكتور؟ الكلام ده هيمشي معايا ازاي؟ قال لك لو انت عندك سبستيتيوشن يا معلم، ركز معايا بقى عشان تاخد التقيله. لو انت عندك سبستيتيوشن، انا كنت زمان بسمي سبستيتيوشن زائد البيرنت. طيب يا دكتور ما احنا عارفين في الايثيرو اتوم بقى ما فيش بيرنت، البيرنت مش بيتكتب كده. بنقول ان انا عندي حلقه فيوزد، وبروح حاطط ما بين براكت كده رقمين، وحاطط ما بينهم داش، وحاطط ايه؟ حرف. يبقى هنا رقمين وحرف، وبقفل البراكت، وفي الاخر بكتب البيرنت، صح؟ اه. طب يا دكتور ما انا عندي سبستيتيوشن، راح فين السبستيتيوشن بقى؟ يبقى السبستيتيوشن يتحط قبليهم. يبقى السبستيتيوشن يتحط قبليهم. يبقى يا دكتور انا عندي سبستيتيوشن زائد الحلقه الفيوزد زائد الرقمين والحرف زائد في الاخر البيرنت. طيب احنا اتفقنا ان البيرنت ليه قواعد، صح؟ جميل جدا. وقلنا ان الفيوزد ليها قواعد اللي انا بحط حرف الاو، صح؟ وقلنا ان الرقمين بجيبهم منين؟ بجيبهم يا دكتور من الحلقه الفيوزد، وبرضه ليها قواعد المره اللي فاتت. وقلنا ان الحرف يا دكتور بجيبها منين؟ من البيرنت، وليها قواعد. طيب بس كده يا دكتور؟ طب والسبستيتيوشن الغلبانه دي ملهاش قواعد؟ قال لك لا، ده ليها كمان قواعد، بس القواعد بتاعتها قواعد ثابته. يعني القواعد بتاع الالكان والالكين ممكن تطبق عليهم. ازاي؟ هقول لك، تعالى كده اقول لك القواعد بتاع السبستيتيوشن معانا على جنب قبل ما نقراها من السلايدز. طيب السبستيتيوشن بنقول واحد، انا ببدا ارقم الحلقه او الحلقتين، المركب ككل على بعضه. ايه المركب ككله على بعض ككل؟ يبقى انا ببدا ارقم الحلقه او المركب على بعضه كله ككل. طيب اتنين، بدايه الترقيم بتاعي، البدايه هي اول ذره بعد الفيوجن. يبقى البدايه بتاعتي هي ايه؟ هي اول ذره بعد الفيوجن. طيب تلاتة، يا دكتور الفيوجن لو كان عندي كربون لا يعد، مش بنديله رقم. طب لو كان عندي هيتيرو اتوم مثلا ان او 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 سلفر، لا هنا هياخد رقم. انا عارف ان انت مش فاهم حاجه بس اصبر. هياخد ايه؟ هياخد رقم. بقى اول حاجه انا بعمل ايه؟ ببدا اعد الحلقه ككل علشان احدد السبستيتيوشن. البدايه بتاعتي ان انا ابدا باول ذره بعد الايه؟ بعد الفيوجن. طيب الفيوجن بتاعي ذات نفسه لو هو كربون لا يعد، لو هو اكسجين او نيتروجين او سلفر لا يا دكتور، ده هياخدوا رقم وهيعدوا عادي. طيب رقم أربعة، وهنا نبدأ بقى البداية الأولوية بتاعتي. الأولوية، الأولوية إيه بقى؟ إن الهيتيرو اتوم تاخد اقل رقم، بيكون ليها ايه؟ اقل رقم ممكن.
يبقى الأولوية إن الهيتيرو أتوم تكون ليها إيه؟ أقل رقم ممكن. طب يا دكتور، ولنفرض إن أنا كان عندي هناك 2 هيتيرو أتوم و2 هيتيرو أتوم والأرقام اتساويت، لو كان عندي الأرقام إيه؟ اتساويت، أعمل إيه؟ أعمل يا دكتور رقم 4 أو رقم 5 بقى. يا دكتور، طب أنا قصدي مش قصدي هاعمل إيه بقى، قصدي يعني يا دكتور لو أنا هناك مثلًا عندي هيتيرو أتوم وهناك عندي هيتيرو أتوم، أبدأ منين بالضبط؟ قال لك الأولوية هنا، لاحظ بس، الأولوية الخاصة بتاع الأكسجين والسلفر والنيتروجين الغيها. الأولوية بتاع الأكسجين والنيتروجين والسلفر، إن الأكسجين ليه أولوية عن السلفر عن النيتروجين الغيها. أنا الأولوية عندي إن كل الهيتيرو تاخد أقل رقم. طيب، حط القاعدة دي على جنب وهنرجع لها تاني. ماشي؟ طيب، يبقى رقم 6 عندي إيه بقى؟ رقم 6 عندي يا دكتور إن أنا اديت للهيتيرو أقل رقم. طيب لو أنا عندي 2 هيتيرو هنا و2 هيتيرو هنا مثلًا، هاعمل إيه؟ قال لك حاول تدي للساتيوريشن أقل رقم. حاول تدي للساتيوريشن اقل رقم. الساتيوريشن اللي هو ايه يا دكتور؟ الاتشات، وفاكر انت الاتشات والداي هيدرو والكلام ده، والداي هيدرو، اديهم اقل رقم. خلاص يا دكتور، الاتشات والداي هيدرو مش موجودين، اعمل ايه؟ قال لك خلاص، اخر حاجه ادي للتفرع اقل رقم. جميل جميل. يبقى دلوقتي السبع خطوات بتوعي ايه هم؟ السبع خطوات: اول حاجه ببدا ارقم الحلقه ككل. طيب جميل جدا. بعد كده هبدا اعمل ايه؟ ابدا بالذره اللي بعد الفيوجن. طيب الفيوجن ذات نفسها، الفيوجن بتاعت ذات نفسها، لو كانت كربونه ما بعدهاش، لو كانت اكسجين او نيتروجين او سلفر هتاخد رقم هعدها يعني. الاولويه ان انا ابدا بايه؟ بالهيتيرو اتوم، وان الهيتيرو اتوم بياخدوا اقل رقم. طيب الاكسجين والسلفر والنيتروجين الاولويه بتاعتهم دي الغيها خالص، ماليش دعوه بيها اصلا. طيب حاول تدي للساتيوريشن اقل رقم بعد مين؟ بعد الهيتيرو. طب يا دكتور اذا لم يتوفر ذلك ادي للتفرعات اقل رقم ممكن. طيب جميل. تعالى بقى واحده واحده ناخد الكلام ده، والدكتور شرحه باستفاضه ما شاء الله يعني، ان شاء الله نشوفه مع بعض. طيب اول حاجه ان انا ببدا ايه؟ ارقم يا دكتور، ارقم الحلقه بتاعتي كومبليت الفيوجن على بعضها. طيب اول ما ابدا ارقم، قال لك انا ببدا منين؟ ببدا من الاتوم اللي بعد الفيوجن، الفولوينج ذا فيوجن، يبقى ببدا من الاتوم اللي بعد الفيوجن. طيب جميل ان انا ببدا من الاتوم اللي بعد الفيوجن. قال لك خلي بالك بقى ان الفيوجن سايت ذات نفسه، الفيوجن ده لو كان كربونة يبقى أنا باعمل إيه؟ بديها نفس الرقم اللي فات، بديها نفس الرقم اللي يعني من الآخر مش بديها رقم زيادة. طيب لو كان عندي هيتيرو أتوم، لو عندي هيتيرو أتوم بديها رقم جديد، بديها رقم جديد. بمعنى يا دكتور لو أنا مثلا أنا بدأت من هنا قلت واحد اتنين تلاتة، وبعد كده الفيوجن أهو، هعدي الفيوجن هقول أربعة خمسة ستة سبعة. يا دكتور أنت ما رقمتش الفيوجن ليه؟ لأن الفيوجن عندي كان إيه؟ كان كربونات. الفيوجن عندي كان ايه؟ كان كربونات. فانا عديت الفيوجن، اديته الرقم اللي قبليه واديته بقى شويه حروف A و B، فاديه 3 A. طيب جميل. طب ده يا دكتور قد ايه؟ هديله 7 A. بالظبط كده بالظبط كده. فانا عملت ايه؟ بكل بساطه عديت الفيوجن، ما اديتش حاجه للفيوجن، فقلت 1 2 3 4 5 6 7. طيب جميل. تعال نشوف المركب ده. بدأت من هنا قلت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يا دكتور انا ما عدتش الفيوجن ولا هنا ولا هنا ولا هنا. جميل جميل. اخر واحد معانا هنا ايه؟ اهو يا دكتور هبدأ رقم منين؟ هدي للهيتورا اقل رقم 1 2 3 4 5 6 7 8. طب والفيوجن؟ الفيوجن كان كربونة ما اديتهاش اي رقم خالص معانا. طيب جميل 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 جميل. طيب تعال نشوف بقى مع بعض كده يا دكتور القاعدة الأولى بتاعتي في الترقيم بتقول إيه؟ قال لك القاعدة بتاعتي أنا بدي أقل رقم لعدد ذرات الهيتيرو. يبقى الهيتيرو بتاخد أول حاجة، أول أولوية معايا مين؟ للهيتيرو، بتاخد أقل رقم ممكن، أقل رقم ممكن. تعالى كده نشوف مع بعض. بص ابعد لي عن التسمية اللي جوه، أنا عايزك بس تسمي لي اللي بره، ماشي؟ خلينا بس من الترقيم اللي بره. عندي هنا أكسجين وعندي هنا نيتروجين، أنا عايز أدي للأكسجين والنيتروجين أقل رقم ممكن. طيب بس علشان ايه ما نتلخبطش، تعالى كده مع بعض كده على جنب. ادي يا عمي الناس، المركب كان بالشكل كده، كان عندي هنا اكسجين وكان عندي هنا نيتروجين. مش مهم بقى كان ماسك فيهم ايه، انا مش فارقه معايا كان ماسك فيهم ايه. دلوقتي انا اللي فارق معايا انا عايز ادي للاكسجين ده وللنيتروجين ده اقل رقم ممكن. طيب تعالى كده لو مشينا من هنا، اقول ادي واحد اتنين تلاتة. الفيوجن انا بنط الفيوجن، انا ما جيتش جنب الفيوجن، زي ما هو اهو، ما جيتش جنبيه، كان تلاتة، يبقى بقى أربعة، بقى خمسة،
بقى 6، بقى 7. طيب ادي كده يا دكتور الارقام كانت عندي 1 و6. جميل جميل. انا بدات ترقيم منين؟ من اول ذره بعد الفيوجن. ادي الفيوجن اهو، اول ذره كانت هنا اهي، او دي او دي او دي. خلاص انا بدات من عند الاكسجين علشان احاول ادي اقل رقم. طيب يا دكتور بعد اذن حضرتك ممكن ترقم لي من الناحيه التانيه؟ تعالى كده نجرب نرقم من الناحيه التانيه. طيب هقول ارقم من هنا. ينفع ارقم من هنا؟ ما ينفعش، انا قلت لك اول ذره بعد الفيوجن. يبقى فين اول ذره؟ ادي 1 2 3 4. هعدي الفيوجن 5 6 7. هي خدت كده رقم كام؟ رقم 2 و7 يا دكتور. طب هل 2 و1 و6 احسن ولا 2 و7؟ لا ده 1 و6. يبقى التسميه الصحيحه بتاعتنا اللي هي انهي تسميه؟ اللي هي التسميه اللي انا هبدا من عند الاكسجين. او ادي 1 2 3 4 5 6 7. دي كده التسميه الصحيحه في اول مركب معانا. طيب تعالى نشوف تاني مركب. تاني مركب بيكون بالشكل ده. تعالى ناخده واحدة واحدة. نرسم المركب رسمته سهلة. بيكون عندي حلقة بنزين أهي، ماسكة في حلقة خماسية بالشكل ده فيها NH أهو. دي الحلقة الخماسية بالشكل ده، ماسكة كمان في حلقة بنزين أهو. ومن هنا في عندي حلقة إيه؟ بيرازين. لو أنت فاكر كلمة البيرازين دي افتكرها يا دكتور، مع بعض كده كنا فاكرينها. طيب جميل جدا يا دكتور. كان عندنا كده إيه؟ حلقة سداسية، حلقة خماسية، حلقة سداسية، وحلقة سداسية عندنا. دي كده وده كده. طيب هنرقم. انا قلت لك وانا برقم بحاول ادي للهيتيرو اقل رقم ممكن. طب هبدا منين يا دكتور؟ من هنا ولا من هنا؟ تعالى كده نجرب يا دكتور. تعالى ابدا لي من هنا. هقول ادي 1 2 3 4. هعدي الفيوجن، وهنا برضو دي فيوجن، دي فيوجن اهي، ودي كمان فيوجن. يبقى هعدي الاتنين دول، وكمان هعدي دي. بقى 4، يبقى 5، يبقى 6، يبقى 7، يبقى 8، يبقى 9، وهنا 10، ومعاهم 11. طيب قول لي كده الأرقام كانت كام وكام؟ 1 و4 وكام؟ و9. لو مشينا من هنا. طيب تعالى يا دكتور نمسح الأرقام دي ونرقم من الطريق التاني. أنهي طريق تاني؟ هنا كان الفيوجن عندي أهو. أنا بعينيا لماحة الحلقة دي فيها 2 نيتروجين، يبقى أبدأ من عندها. خليك لماح كده بتبص كويس. طيب هقول يا دكتور أدي 1 2 3 4، وبعد كده هنا 5، بقت 6، بقت 7. هو ما كملش بقى، مش لازم الباقي. بقى عندي 1 و4 و7. هناك لما مشيت الناحية التانية كانت 1 و4 و9. خلي بالك أنا مش برقم أي فيوجن. ليه؟ الفيوجن كربون، والكربون مش بيترقم. طيب أنا بدأت بأنهي حلقة؟ بعد الإيه؟ بعد الإيه يا دكتور؟ بعد الفيوجن. طيب جميل. يبقى أنا كده عندي يا إما 1 و4 و9، يا إما 1 و4 و7. يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتي كام؟ يبقى التسمية الصحيحة 1 و4 و9، 1 و4 و7. يبقى نمسح دي كده. يبقى الترقيم الصحيح بتاعنا نمشي إزاي بقى يا دكتور؟ كده رقمها لي بقى من أول وجديد. أقول لك أرقمها لك أهو. أقول لك أدي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، وهننط الفيوجن. هننط ده يبقى 5، ادي 6، وعندي هنا 7. انا نطيت الفيوجن، نطيت الفيوجن. طب لو انا هرقم الفيوجن هرقمه ايه؟ لو هو كربونه بياخد الرقم اللي قبله، يعني ده 4 ايه. طب نكمل. ده بده يا دكتور هيبقى كام؟ هيبقى 6 ايه. خد الرقم اللي قبله. جميل جميل. يبقى كده الحمد لله عرفنا. يبقى ده 1 و4 و7، 1 و4 وايه و7. تعال نشوف يا دكتور المركب اللي بعده. المركب اللي بعده اهو. تعالى كده ناخده كده على جنب. حلقة بنزينة هنا ماسكة فيها نيتروجين، عاملة دبل بوند مع نيتروجين، ماسكة فيها بالشكل ده. ماسكة فيها حلقة بنزينة كمان، هنا نيتروجين، وماسكة هنا كربونة، وهنا كمان عندنا نيتروجين، وماسكة فيها بالشكل ده. طيب واحدة واحدة كده يا دكتور نفهم مع بعض. نعد. هقول ادي 1. معلش بس الشكل كده غريب، ولا اقول لك نرسم لك الشكل عدل بقى. ادي شكل اهو. طيب كان فين النيتروجين؟ النيتروجين كانت هنا وكانت هنا وكانت هنا وكانت هنا. طيب ارسمهم لي. ادي نيتروجينا، وادي نيتروجينا، وادي عندي هنا نيتروجينا ونيتروجينا. مش فارقه معايا دبل بوند دلوقتي يا دكتور. الاتنين فيهم انات. خلاص انا هبدا ارقم. هرقم هدي للإيتيرو اقل رقم، هدي للهيتيرو اقل رقم. يبقى هبدا من هنا ولا ابدا من هنا؟ ما هي حاجه من الاتنين، يا من هنا
يا اما من هنا. خلاص تعالى نجرب. هقول ادي 1 2 3 4، نطيت ده بسميها 4 ايه. ماشي 4 بقت 5 بقت 6 بقت 7، وادي دي 8. ده لو رقمت من عند النيتروجين هيبقى الرقم عندي كام؟ 1 و3 و6 و7. جميل جميل. تعالى يا دكتور نسمي العكس، الاتجاه المعاكس. هنقول بقى ايه؟ هنقول ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. بقى عند رقم كام؟ 2 و3 و6 و8. طيب 7 ولا 8؟ لا ده السبعة أكيد. الستة والستة متكررين، التلاتة والتلاتة متكررين، الاتنين ولا الواحد؟ لا ده الواحد. يبقى التسمية الصحيحة بتاعتنا التسمية اللي كانت فوق. يبقى التسمية من عند مين؟ من عند النيتروجين. يبقى هبدأ من عند النيتروجين أقول أدي 1 2 3 4 5 6 7 8. ده كده التسمية بتاعتي الصحيحة أو الترقيم بتاع الصحيح. ترقيم الحلقة ككل، أنا ماليش دعوة بحاجة دلوقتي، أنا برقم بس الحلقة ككل. جميل جميل. يبقى ده أول قاعدة معايا، إن أنا برقم الحلقة إيه يا دكتور؟ برقم الحلقة بتاعتي ككل. اديت للهيتيرو أتوم أقل رقم ممكن. طيب ماشي يا دكتور. لو كان التشويس التانية أنا اديت للهيتيرو رقم هيتيرو أتوم أقل رقم ممكن. طيب تاني حاجة يا دكتور، قال لك لو أنت كان عندك حلقتين في فيوجن بالشكل ده، يعني هنا كان عندك أكسجين وهنا كان عندك نيتروجين، أعمل إيه؟ قال لك حاول تدي للحلقة اللي ماسكة بعديها على طول إيه؟ هيتيرو أتوم. يبقى الاختيار التاني إن أنا أدي للحلقة اللي بعديها، لو أنا داخل مثلا لو بدأت من هنا رقم واحد وهنا رقم واحد، لا يبقى أنا هدي للي عندها هيتيرو أتوم قريبة، الهيتيرو أتوم التانية قريبة. يبقى دي يا دكتور التسمية بتاعت الصحيح، يبقى الترقيم بتاع الصحيح. طيب جميل. تعال نشوف الاختيار التالت. الاختيار التالت يا دكتور أنا بدي إيه بقى؟ بدي الهيتيرو أتوم لو كان عندي هنا أكسجين وكان عندي هنا سلفر. اه يا دكتور كان عندي هنا اكسجين وكان عندي هنا سلفر، لو بدات من هنا يبقى 1 و6، ولو بدات من هنا يبقى 1 و6. اعمل ايه؟ قال لك خلاص بقى في الحاله دي ممكن تختار البريوريتي، يبقى تختار الاكسجين احسن من السلفر. في الحاله دي لو كان الاثنين نفس الرقم نفس الارقام ابدا اختار البريوريتي بتاعتي اللي هو ايه؟ الاكسجين احسن من السلفر. طيب جميل. نفس الكلام لو كان عندي من هنا، هبدا من عند الاكسجين ولا من عند السلفر؟ لا ابدا من عند الاكسجين. هنقول ادي 1 2 3 4 5 6. طب انا لو بدات من عند السلفر اقول ادي 1 2 3 4 5 6، ده برضو خد 5 وده خد رقم 3 وده خد رقم 1، نفس الارقام بالظبط. لا قال لك ابدا من عند مين؟ من عند الاكسجين، هو الاعلى في البريوريتي. هو الاعلى فين؟ في البريوريتي. طيب جميل. بعد كده قال لك نعمل ايه؟ بعد كده دكتور قال لك خد اقل رقم للي عنده هيدروجين، يعني من الاخر اللي عنده اتش، اللي احنا كنا بنسميها 4 اتش مثلا او داي هيدرو. بالظبط كده. تعالى كده يا دكتور، عندي اكسجين واكسجين وعندي نيتروجين ونيتروجين، ما انا قلت لك ما فيش اولويه، انا اهم حاجه عندي الارقام في في رقم واحد. طيب خلاص يا دكتور لو انا بدات من عند الاكسجين هقول ادي 1 2 3 4 5 6. طيب انا بدات ليه مشيت من هنا ما مشيتش من هنا من عند النيتروجين؟ هقول لك لان الرقم 2 عنده اتشايه وانا هكتب 2 اتش، كمان رقم 4 عنده اتشايه فانا هكتب 2 اتش، ف2 و4 احسن بكتير، احسن بكتير ما يكون 3 و6، احسن بكتير من يكون كام؟ 3 و5 قصدي، 2 و4 احسن بكتير من كام؟ من 3 و5. يعني انا لو مشيت من هنا قلت ادي 1 2 3 4 ادي 5 ادي 6. اه فين الاتشات يا دكتور؟ عندك الاتشات عند رقم 4 اهي، والاتش كمان عند رقم 2 عند رقم 5. اه يبقى يا دكتور يبقى 2 احسن ولا الخمسه؟ لا الاتنين طبعا. الاربعه ولا التانيه؟ لا ده اكيد الاربعه، يبقى 2 و4 احسن بكتير من 3 و5. طيب اخر حاجه بقى معانا ان انا ادي للتفرع اقل رقم ممكن. اخر حاجه معانا ان ادي للتفرع ايه؟ اقل رقم ممكن. يعني يا دكتور لو انا مشيت من هنا هقول ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، اه التفرع خد رقم 8، وانا لو مشيت من هنا اقول ادي 1 2، لو مشيت من هنا اقول ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، التفرع خد رقم 4. يبقى مره التفرع خد رقم 4 ومره خد رقم 8، يبقى انهي الاحسن؟ رقم 4 احسن. طيب معلش احنا كده كده انا عارف ان الموضوع بالنسبه لك في البدايه كده بيكون صعب. يا دكتور ده انا بقيت برقم مرتين وبقيت بعمل مرتين، ما تقلقش ما تقلقش، انا هفهمك واحده واحده دلوقتي. طب علشان نفهم واحده واحده، تعالى كده معايا على جنب، تعالى كده معايا على جنب. هناخد بقى نعمل سكيما انا وانت، والسكيما دي تنقلها لي في كشكول كده جميل او في كراسه كده جميله، بحيث ايه نظبط الدنيا. طيب السكيما بتاعتنا كانت بتقول ايه؟ السكيما بتاعتنا كانت بتقول ايه؟ واحده واحده كده. احنا كنا وصلنا لحد هنا ان انا بسمي الايه؟ السبستيتيوشن. طيب ده السب، وبعدين دي تسميه السبستيتيوشن صح؟
ودي القاعده بتاع السبستيتيوشن، ان انا ببدا يا دكتور بدل الحلقه ككل. هبدا اول حلقه بعد الفيوجن، وبعد كده الفيوجن بتاعتي عامل ايه؟ قال لك يا دكتور لو كانت فيوجن كربونه لا تعد، لو كانت نيتروجين او اكسجين او سلفر تعد. طب انا ما خدتش مثال على الرقم ده يا دكتور، ما خدتش مثال على الحته دي. اهو يا دكتور واحده واحده، عندي نيتروجينه ماسكه هنا في المركب ده، وعندي المركب ده هنا ماسك فيه نيتروجينه، ماسك فيه هنا بالشكل ده نيتروجينه كمان اهي، ومعايا مركب اهو. تعالى يا دكتور رقم لي، اديني للهيتيرو رقم للهيتيرو اقل رقم ممكن. خلاص هدي للهيتيرو اقل رقم ممكن، يبقى انا هبدأ من هنا، هقول ادي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. يا دكتور أنا عندي هنا فيوجن، بس الفيوجن عندي إيه؟ هيتيرو. يبقى رقم خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة. يبقى خدت رقم كام؟ واحد وأربعة وخمسة. طب تعالى يا دكتور ناخد العكس، نرقم من هنا. هقول أدي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، هعدي الفيوجن، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة. اه فخدت رقم واحد واربعة وتسعة. يا دكتور ده انا خدت مرة واحد واربعة وخمسة، احسن بكتير ما تاخد واحد واربعة وتسعة. اه خدت باللون ده واحد واربعة وتسعة. يبقى انهي الاحلى؟ لا اخد واحد واربعة وخمسة. اذا لو انا عندي فيوجن متوفرة، لو الفيوجن بتاعتي فيها حلقة هيتيرو اتوم، كانت نيتروجين او اكسجين مش فارقة معايا يا دكتور، بتترقم ايه بتترقم. يبقى هنا يا دكتور بنرقم الحلقة بتاعتنا، بنرقم الايه الحلقة بتاعتنا. يبقى القواعد بتاعت مين؟ بتاعت السبستيتيوشن. اول حاجة الاولوية للهيتيرو اتوم، اقل رقم ممكن. بعد كده يا دكتور الاولويه تيجي لمين؟ تيجي الاولويه بتاعت الهيتيرو اتوم تاخد اقل رقم ممكن. الاولويه بتاع الاو والاس والان دي امتى يا دكتور نعتبرها؟ امتى نعتبرها؟ لما يكون هما الاثنين خلاص الاسماء تساوي، الارقام تساوي، خلاص نعتبرها. طب يا دكتور ما فيش تساوي في الارقام، خلاص لا ولا كاننا شايفينها. انا هقول لك دلوقتي ليه. حاول تدي للساتيوريشن اقل رقم، وبعد كده ادي للتفرع اقل رقم. يبقى دي الخطوات بتاعتي ان انا اعمل ايه؟ اعمل ترقيم للحلقه ككل. طيب الفيوجن بتاعي انا قلت لك القاعده بتاعتي ان انا اضيف له ايه؟ ان انا هضيف له او، هسميه واضيف له اوفيورو. طيب الارقام بقى يا دكتور، الارقام كنت بعمل ايه؟ اه تعالى كده بقى ناخد الارقام كده معانا على جنب، نعرف مع بعض كنا بنرقم الارقام ازاي. اه يا دكتور انا كان عندي حلقه بالشكل دي، هنا كان ان مثلا ماسكه معاها هنا المركب بالشكل ده، وانا كان اكسجين. فاكر انت الارقام كانت بتبقى ماشيه ازاي؟ اه انا كنت باخد الحلقه دي ده اهي اللي انا بسميها فيوزد. ليه يا دكتور؟ لان دي يا دكتور معانا كنا بنسميها البيرنت. طيب بنرقم ازاي؟ بنبدا من عند الهيتيرو اتوم، اقل رقم عند مين؟ عند الهيتيرو اتوم. بعد كده بمشي اتجاه الفيوجن، هقول ادي واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، ست. اه يبقى يا دكتور الفيوجن خد معايا اتنين وتلاته. جميل جميل. طب يبقى ده بالنسبه للارقام. الارقام كانت عندي ان انا بدي للهيتيرو، يبقى اكتب كده القاعده بتاعت الارقام بتاعتي للحلقه دي، باخد الحلقه دي لوحديها، بدي واحد هيتيرو اقل رقم، اتنين بشوف الفيوجن اقل رقم. يبقى انا بعدل للهيتير، وبعد كده ان الفيوجن تاخد معايا اقل رقم، ان الفيوجن تاخد معايا ايه؟ اقل رقم. جميل جميل. طب يا دكتور الان بتاعنا الحرف بتاعنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنبدا نقول ادي ايه، ادي بي، ادي سي، ادي دي. كنت بقول لك يا دكتور انا بدي حروف، والحروف كانت ايه يا دكتور بقى القاعده بتاعت الحروف؟ انا عايزك ترجع لي فوق لما كنت بقول لك القواعد بتاعت الحروف ايه، تفتكرها مع بعض كده. الحروف يا دكتور لو انا عندي هيتير وبدي ما بين كل ذره وذره حرف، اه يعني انا باخد الحلقه دي كده على بعضها، باخدها ان اهي، وابدا اقول يا دكتور انا عندي هنا ايه؟ ادي بي، ادي سي، ادي دي، ادي اي، ادي اف. اه يا دكتور ده هي ماسكه في بي، بحاول ادي للفيوجن اقل حرف ممكن، بحاول ادي للفيوجن اقل حرف ممكن. طب والبيرنت، البيرنت بقى انا بسمي براحتي عادي، والفيوز انا بسمي براحتي عادي. طب والله يا دكتور جميل الكلام اللي انت بتقوله ده. يبقى انا كده عرفت السبستيتيوشن القواعد بتاعتها، وعرفت الفيوز القواعد بتاعتها، وكمان الحروف ما بين الارقام والحروف والبيرنت. ممكن تيجي بعد اذن حضرتك يا دكتور تقول لي، عندنا بقى امثله، ناخد امثله لان انا زهقت من الكلام ده. تعالى كده مع بعض ناخد امثله. اول مثال معانا، اول مثال معانا ناخده بقى من ايه؟ من اللي محلولين هنا كده. تعالى المركب ده خده لي كمثال، هاخد لك المركب ده كمثال. عندك مركب بالشكل كده يا دكتور اهو. فين الانات؟ قول لي. ادي هنا ان، وهنا كام ان اهو. يبقى انا عندي هنا ان اهي، وعندي هنا كمان يا دكتور ان. طيب كمان فين تاني؟ عندي هنا وعندي هنا. طب حلو الكلام. اقول ادي عندي هنا ان، وادي عندي هنا ان. طيب يا دكتور بعد اذن حضرتك فين الدبل بوند؟ ادي دبل بوند اهي،
وادي دبل بوند اهي، وادي دبل بوند اهي، وادي كمان عندي هنا دبل بوند، وعندي كمان هنا دبل بوند. معلش بقى الان دي هنعكسها بس، مشيها قدام شويه. ادي الان اهي. طيب جميل، جميل جدا. واحده واحده بقى يا دكتور. اول حاجه انا هبدا ارقم المركب ككل علشان ادي ايه، ادي سبستيتيوشن. طب هنا في سبستيتيوشن عندي؟ لا مفيش عندي سبستيتيوشن. خلاص هات لي المركب ده على بعضه كده يا معلم، وابدا رقم لي واكتب لي الفيوزد. اكتب لي بقى القاعده بتاعتك فيوزد، افتح قوسين، ارقام، واعمل داش، اكتب حرف، وفي الاخر اكتب البيرنت. انا عاوز بقى اطبق على القاعده دي. اول حاجه الفيوزد ده هي يا دكتور، وادي البيرنت اهو يا دكتور. انهي الاحسن؟ فين فيهم البيرنت وفين فيهم الفيوزد؟ قال لك يا دكتور انا بحدد البيرنت وبحدد الفيوزد ازاي. اول حاجه هم كل واحد فيهم 6 ذرات. طيب جميل، كل واحد فيهم ان. جميل، الذره بتاعت كل واحده التانيه ان. جميل، يبقى كلهم يا دكتور تساوي. بقى اخر حاجه معايا الارقام. ده يا دكتور لو انا رقمت اقول ادي واحد اتنين، طب ده بالنسبه لي واحد واتنين تلاته اربعه، يبقى دي واحد واربعه، اما دي واحد واتنين. خلاص حلو. انا هاخد واحد واتنين يا دكتور، يبقى البيرنت بتاعي فين؟ دي كده البيرنت بتاعي. اروح واخد البيرنت بتاعي كده واروح كاتبه كده على جنب. ادي ان عامله دبل بوند مع ان، ماسكه كده يا دكتور، وادي البيرنت بتاعي. طب حلو، هنا عامله دبل بوند وعامله هنا كمان ايه، دبل بوند. يبقى كده ده البيرنت. هو البيرنت ده انا بسميه ايه؟ البيرنت ده يا دكتور ان مع ان وحلقه سداسيه كلها فولي انساتيوريتد، كنت بسميها بايريميدازين. بايريميدازين اهو، بايريميدازين. طب حلو، انا فاكر الاسم ده ليها اسم شائع اسمه بايريميدازين. طيب انا كنت باخد ايه من الحلقه بتاعتي اللي هي البيران؟ كنت باخد حرف. فين الحرف اللي انت خدته لي؟ مش انا خدت الحلقه على جنب كده هقول يا دكتور ده ما بين الان والان هقول ايه، وما بين الان ودي هختار بي، وبعد كده سي، وبعد كده دي. يبقى انا كان عندي الحرف يا دكتور دي، انا مشيت ناحيه مين؟ ناحيه الفيوجن. يبقى انا كده يا دكتور الجزء ده بالحرف حليته. هات لي بقى الفيوجن مع ايه؟ مع الارقام. هات لي فين الفيوجن؟ ادي الفيوجن حلقه اهي يا دكتور، بالشكل ده. هنا عندي ان وهنا عندي ان. يا دكتور ده فين الدبل بوند؟ ادي دبل بوند وادي دبل بوند، والمفروض دي عامله دبل بوند المفروض، بس عشان ايه مش واضحه. طيب واحده واحده يا دكتور. هي الحلقه ده اهي كنت بسميها ايه على بعضيها؟ كنت بسميها على بعضيها بيرازين. بيرازين. طيب جميل. هي البيرازين ده يا دكتور انا عايز امشي ناحيه مين؟ ناحيه الفيوجن. هبدا ارقم. لو رقمت من هنا اقول ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. الفيوجن خد رقم كام؟ خمسة وستة. طب لو رقمت العكس، قلت ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة، يبقى الفيوجن خد رقم كام؟ الفيوجن خد رقم اتنين وتلاتة. يبقى يا دكتور انا باخد الفيوجن الاقل رقم اللي هو اتنين وكام وتلاتة. طيب يبقى انا قلت انا عندي هنا دي. طيب هبدأ ارقم، هقول ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. طيب يا دكتور بقى انا كده جبت الرقمين اتنين وتلاتة، جبت الرقمين بتوع اتنين وتلاتة. وانا بكتبهم بين القوسين كنت بكتبهم ازاي؟ كنت بكتبهم على حسب اتجاه الحروف. الحروف ماشية كده A B C D، ماشية في الاتجاه ده، مع اتجاه الارقام من كام لكام. بتقرا الارقام من كام لكام؟ من اتنين لتلاتة. فاروح جاي كاتب كده اتنين الاول بعد كده تلاتة، اخد داش دي. فاقول بايرازين اتنين وتلاتة دي بايريميدازين. بايرازين اتنين وتلاتة دي بايريميدازين اهو. تعالى كده نشوف. بايرازين. نسيت بقى انا الفيوجن. مش انا قلت لك دي اسمها بايرازين؟ كنت بعمل ايه؟ بشيل الاي واحط مكانها او، صح؟ فاقول بايرازينو اهو. بايرازينو. بايرازينو اتنين وتلاتة دي بايريدازين. بايريدازين يبقى بايرازينو اتنين وتلاتة دي بايريدازين. بايريدازين. جميل، يا رب يكون الموضوع معانا واضح. طيب يا دكتور ولنفرض علشان بقى يبقى احنا كده خدنا المثال عليها، كان عندي هنا CH3 وعندي هنا مجموعة ايسايل اهو. انا خلاص خلصت بقى. سميني كده المركب. خلاص يا دكتور انا سميت لك المركب بتاع الفيوزد وكل حاجه، انا باقي لي كده السبستيتيوشن. هروح جاي ماسح كل التسميه او كل الترقيم وكل الاسهم، همسحه كده بالشكل ده ولا كاني شايف اي حاجه. طيب هعمل ايه يا دكتور؟ هقول انا عايز ادي للايه، للنيتروجين اقل رقم ممكن. عايز ادي للنيتروجين اقل رقم ممكن. مش بس كده، وادي للتفرعات اقل رقم ممكن.
طيب يا دكتور، هو أنا لو مشيت من هنا أقول أدي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. يبقى أنا كده عندي 1 و4 و6 و7. طب لو مشيت العكس هقول له أدي 1، أدي 2، أدي 3، أدي 4، أدي 5، أدي 6، أدي 7. يا دكتور، ده كده الهيتيرو أتوم كلهم خدوا أرقام متشابهة، 1 و4 و6 و7. خلاص يا دكتور، أنت تمشي علشان تدي أقل رقم للتفرعات. تعالى كده ندي أقل رقم للتفرعات. أقول أدي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. التفرعات عند رقم كام؟ 3 و5. ده أقل رقم، يبقى نبدأ كده. هنقول بقى إيه؟ هنقول 3. ببدأ أكتب بقى، وأنا بكتب على حسب الأبجدية. 3 إيسايل، بعد كده 5 ميثايل اهو، بايرازينو 2 و3 دي بايريميدازين، بايرازينو 2 و3 دي بايريميدازين. طيب، مثال تاني يا دكتور. تعالى كده يا عم الناس، ناخد مثال تاني. هات المثال ده، معلش، هات المثال ده كده، كبرهولي. حلو الكلام يا دكتور. بعد إذن حضرتك، بعد إذن حضرتك، فين المركب؟ ادي المركب اهو. يا دكتور فين البيرنت عندي؟ ادي البيرنت، الحلقة اللي فيها ان. طب فين الفيوزد؟ ادي الفيوزد يا دكتور. خلاص، سمي لي البيرنت يا دكتور. هسمي لك البيرنت عادي بكل بساطه. البيرنت حلقه خماسيه. يا دكتور، ده هنا في كمان ان، هنا في كمان ايه؟ ان. يبقى البيرنت يا دكتور ده ولا ده؟ ركز بقى يا دكتور، ده هنا ان وهنا ان واس، دي خماسيه وده خماسيه. هختار انهي؟ هختار اللي فيها فرايتي. يبقى ده ان معاها اس احسن من ان معاها ان. يبقى الحلقه دي معايا هي البيرنت. جميل. فين الفيوزد؟ دي الفيوزد. طب يا دكتور سمي لي الحلقة دي يا دكتور، هسميها ازاي؟ هقول لك 1، 2، 3. نعمل ايه؟ اول حاجة، انا ببدأ ترقيم. انا بدي للحلقة البيرنت حروف. هبدأ الحروف من عندي الاعلى في البريوريتي. الاكسجين، السلفر ولا النيتروجين؟ لا السلفر. فاقول ادي السلفر من هنا لهنا ايه، بعد كده بي، بعد كده سي. طب يبقى الفيوز ده خد معايا رقم كام؟ الفيوز ده خد معايا رقم بي. جميل جميل. طب اسم الحلقة ايه؟ اسم الحلقة ايه يا دكتور؟ تعالى كده، دي ساتيوريتد، ودي كمان ساتيوريتد، ودي ساتيوريتد. النيتروجين دي ساتيوريتد؟ لا، النيتروجين ده مش ساتيوريتد. النيتروجين ده ابدا مش بتاع ساتيوريتد. بس طيب جميل. المركب ده يا دكتور مركب خماسي. خمسه باللاتيني معناها اقول unsaturated ولا saturated المركب؟ لا، ده unsaturated، فيه دبل بوند. يبقى اقول يا دكتور كنت بضيف لها اي. طيب، انا عندي هنا صايا وعندي ازا، فبسميها صيازه، صيازو، صيازول. طيب، هبدأ أرقمهم كده. هقول يا دكتور الترقيم بتاعي ده، الصاي عند رقم كام؟ 1. والأذى عند رقم كام؟ 3. فأقول 1 و3 سيازول، 1 و3 سيازول. ماشي، جميل جدا، 1 و3 سيازول. ماشي ماشي. هروح جاي يا دكتور بقى فاتح هنا. أنا عندي كده، أنا جبت الحرف، هو كان معايا الإيه؟ الدي. أروح واخد الكلام ده. تعالى يا دكتور سمي لي المركب 2. المركب التاني كان عندي إيه؟ كان عندي حلقة خماسية فيها 2 ان. حلقة خماسية فيها 2 ان كنا بنسميها ايه يا دكتور؟ كنا بنسميها ايميدازو، بنسميها ايميدازو. طيب، انا بسميها اسم شائع، بسميها ايه؟ ايميدازو. طيب، ايميدازو، ايميدازو يا دكتور يعني ايميدازين. ماشي، ايميدازو. انا كده جبت البيرنت بتاعي وحطيت فيه او. خلاص، جميل جدا. يبقى انا سميتها كده ايميدازو اهو. ادي ايميدازو. افتح قوس. يا دكتور بقى الارقام، هبدا ارقام منين؟ هبدا ارقام من هنا ولا من هنا؟ قال لك ابدا من عند الساتيوريتد. ده ساتيوريتد، يبقى ابدا من عندها. هقول 1، 2، 3. طيب، الحروف اتجاهها ازاي؟ الحروف اتجاهها كده. طيب، والارقام اتجاهها ازاي؟ اتجاهها كده. الحروف هتقابل مين الاول؟ هتقابل الاتنين، وبعد كده الواحد. فاروح كاتب 2 وواحد، بي، 1 و3 سيزول. بس بما ان الان مشتركه ما بين الاتنين، فمش لازم اكتب 1 و3 سيزول، لان هي خلاص كده معروفه. بس لو انت كتبتها مش هتنقص ولا هيقول لك اي كلمه، ده بالعكس انت هتاخد عليها بونص زياده. طيب، حلو الكلام، حلو الكلام. اروح جاي بقى بعد ما كتبت الاتنين دول، اروح جاي ماسح كده، ماسح كده، ماسح كده. واقول لك بعد اذنك يا دكتور بقى، انا عايز اسمي المركب ككل، ارقم المركب ككل. ماليش دعوه الترقيم اللي جوه ده خالص ولا الترقيم اللي بره ده خالص. انا عايز ارقم بقى المركب من اول وجديد. فهقول انا عاوز ادي للهيتيرو زيرو، اقل رقم ممكن. ابدا منين؟ قال لك انت عندك هنا سلفر وعندك هنا نيتروجين، الاثنين تساووا. يبقى السلفر ليه اولويه عن النيتروجين، لان هما الاثنين تساووا. فاقول ادي 1،
ادي 2 3 4 5 6 7. جميل، جميل. يا دكتور الN خدت رقم؟ الN خدت رقم. ليه يا دكتور الN تاخد رقم؟ مش أنا قُلت لك لو كان عندي الفيوجن حرف هيتيرو بيدّي له رقم؟ خلاص جميل جدًا، الN خدت رقم. فاقول يا دكتور عندي رقم 2 في كلورو، أهو 2 كلورو. في تفرعات تانية؟ ما فيش تفرعات، فهاقول 2 كلورو إميدازو 2 1 دي، أهو 2 كلورو إميدازو 2 1 دي و2 1 بي سيازول. يبقى 2 كلورو إميدازو 2 1 بي سيازول. جميل، جميل جدًا. تعالَ ناخد مثال تاني. هو المثال ده والّا المثال ده محلول خلاص بقى، فإحنا مش إحنا عاوزين مثال إيه يكون إيه، إحنا نحل فيه كويس. تعالَ يا دكتور نشوف أمثلة اللي الدكتور طالبها مننا. أول حاجة عندنا مركب بالشكل ده، تعرف تسميه لي؟ جميل جدًا، أعرف أسميه لك ونُص كمان. طيب سميه لي يا دكتور. أول حاجة فين هنا الparent الحلقة اللي فيها N، فخلاص ده كده الparent. طيب امسح بقى كده، أنا كده عرفت الparent وفين الfused. أول حاجة أنا عاوز أحدد الإيه دلوقتي، عاوز أحدد الحرف، فهاحدد الحرف إزاي؟ هاقول أدي A، أدي B، أدي C، أدي D، أدي E. طب ليه يا دكتور ما مشيتش A B C D E؟ لأ، أنا هاجيب الفيوجن بعد ما أكون خلصت ترقيم الحروف فين؟ في الحلقة. يعني الفيوجن في الحلقة ما ينفعش يكون زي الأرقام. الفيوجن في الحلقة بعد الاتنين الهيتيرو، فبقول A B C D E. يعني ما ينفعش أمشي الناحية التانية وأقول يا دكتور ينفع نقول A B C D؟ ما ينفعش. ليه يا دكتور ما ينفعش؟ لأن أنا لو اديت هنا الفيوجن يا معلم، لو أنا اديت هنا الفيوجن يا معلم، أنا اديت الفيوجن رقم أقل من الرابطة بتاعة الN. ما ينفعش، يبقى ما ينفعش فعلًا. يبقى أنا هامشي الناحية التانية إزاي؟ هامشي من الناحية أقول أدي A، أدي B، أدي C، أدي D، وأدي E. يبقى أنا كده عرفت أنا عندي الحرف الأولاني عندي E، أروح واخد داش. طيب جميل. يا دكتور أنت سيب لي الE كده زي ما أنت ماشي، وارسم لي السهم بتاعك. السهم بتاعك كان جاي إزاي؟ أدي B، أدي C، أدي E. يبقى السهم بتاعي كان جاي كده. ماشي، ماشي. تعالَ رقّم لي بقى، هاقول لك أدي 1، بعد كده هادّي للفيوجن 2 3. فيا دكتور الحروف بقت كام؟ بقت 2 و3. ليه اشمعنى 2 و3 مش 3 و2؟ 2 اللي جات الأول في اتجاه السهم وبعد كده 3. يعني أنا باقرا في اتجاه السهم، السهم كان نازل لتحت من عند ال2 بعد كده بقى عند ال3، فباقول 2 و3 E. طيب أنا كده كتبت الحروف وكتبت كل حاجة، أروح ماسح بقى الترقيم ده كله من الأول وجديد كأني ما عملتش أي حاجة. ينفع تاخد لي المركب ده لوحده على جنب وتسميه لي، والمركب ده لوحده على جنب وتسميه لي؟ جميل، اسمي لك المركب ده يا دكتور. المركب ده حلقه سداسيه. الحلقه السداسيه دي فيها ايه يا دكتور؟ قال لك فيها عندي اكسجين ونيتروجين. طيب الحلقه السداسيه ساتيوريتد ولا ان ساتيوريتد؟ ساتيوريتد. سداسيه يعني ايه؟ اي ان اي، اي ان. طب وبما ان هي سداسيه وان ساتيوريتد بضيف لها حرف اللاتيني اي. طيب يبقى اي ان اي. وعندي اوكسازو، يبقى اوكسازين، اوكسازين. يبقى اسم الحلقه اوكسازين. ترقيمهم، الأكسجين ترقيمهم هاقول له أدي 1 2 3 4. هاقول 1 و4 أوكسازين. 1 و4 إيه؟ أوكسازين. يبقى أنا كده سميت الparent. يبقى أمسح دي كلها برضه بعد ما سميت أروح ماسح، أروح كاتب كده على طول 1 و4 داش أوكسازين. جميل، جميل. تعالَ يا دكتور بقى سمي لي الحلقة ده أهي. الحلقة دي باسميها إيه يا دكتور؟ تعالَ، أنا ما أعرفش يا دكتور الاسم الشائع بتاعها، بما إنك أنت ما تعرفش، خلاص يا دكتور ده حلقة سداسية فيها يبقى IN. طيب saturated والّا unsaturated؟ ده unsaturated، تحط لها E يبقى INE. عندها إيه يا دكتور؟ أوكسا، فباسميها أوكزين. أوكسو أو أوكسا فيها حرف هنا متحرك وبعد كده الI، يبقى أنا هامسح آخر الأوكسو. ماشي؟ طيب يبقى أوكسين. طيب يبقى 1 أوكسين، أهو هاقول أوكسين، 2 و3 E، 1 و4 أوكسازين. جميل، جميل. يبقى ده تسمية المركب بتاعي. طيب تعالَ نشوف مركب تاني اللي هو المركب ده، ونفهم مع بعض واحدة واحدة. يا دكتور المركب أنا عندي هنا N وأنا عندي هنا N. طب جميل. يبقى أنا هاشوف بعد الN والN أشوف الحلقة الإيه؟ الأكبر في العموم الsize عشان أحدد الparent. الاتنين قد بعض. خلاص يا دكتور اللي عندها عدد ذرات أكتر، اللي عندها إلكترونات بتاع إنات أكتر، يبقى ده عندي كده الإيه؟ الparent. صح؟ صح. سميه لي الparent. الparent N
البيرنت لوحده. طب تعالى يا دكتور، اول حاجه قبل ما اسمي البيرنت ادي الحرف بتاعي الاول. فهقول انا عندي ايه؟ ادي بي، ادي سي، ادي دي. يبقى الحرف بتاعي كان ايه؟ كان دي. طب اتجاه السهم بتاعه ازاي؟ لفوق كده يا دكتور، اتجاه السهم بتاعه لفوق. طب رقم لي، هقول لي يا دكتور هنا ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته. الحروف في اتجاه الارقام بالظبط، فهقول اتنين وتلاته داش دي. خلاص كده انا كده جبت الحروف وجبت الارقام. سمي لي البيرنت بقى، واحنا اتعلمنا ازاي نسمي البيرنت بالشكل ده. البيرنت هنا يا دكتور بما ان هو اتنين ان جنب بعض كنا بنسميها ايه؟ بايريميدازين. يبقى ده يا دكتور عندي بايريميدازين. طيب يبقى كده انا عندي البيرنت بايريميدازين اهو، اكتب كده بايريميدازين. طيب جميل. يا دكتور انت عندك كده بايريميدازين 2 و3 دي بايريميدازين. سمي لي المركب ده كده. المركب ده يا دكتور عندي ايه؟ عندي بايريدين، فهسميه بايريدين. بس انا اسميها بايريدين؟ لا، بسميها بايريدو. بسميها ايه؟ بايريدو، بايريدو. طيب يا دكتور انا سميت كده بايريدو 2 و3 دي بايريدازين. هعمل ايه؟ ده انا عندي هنا في تفرع. خلاص امسح كل حاجه انا كتبتها واي حرف انا عملته. طيب يا دكتور انا عايز ادي للهيتيرو اقل رقم ممكن. هدي للهيتيرو اقل رقم ممكن. انا ممكن ابدا من هنا، ممكن ابدا من هنا، وممكن ابدا من هنا، وممكن ابدا من هنا. ابدا منين؟ خلاص واحده واحده كده نفهم نبدا منين. انا لو بدات من هنا يا دكتور هقول ادي واحد، اتنين، تلاته. يبقى دي خدت رقم واحد واتنين، وانا ده المطلوب عندي. انا قلت لك اول حاجه بدي اقل رقم للبتاع، واقرب اقرب ايه؟ اقرب حاجه للهيتيرو. فقلت واحد، اتنين، تلاته، وبعد كده اربعه، وبعد كده هنط الفيوجن اقول خمسه، سته، سبعه، تمانيه. فيبقى عندي يا دكتور عند رقم كام؟ عند رقم خمسه مجموعه ميثايل، فاقول خمسه ميثايل بايريدينو 2 و3 دي بايريميدازين. 5 ميثايل بايريدينو 2 و3 دي بايريميدازين. طيب كده احنا خلصنا مع بعض التسمية دي. ناخد بقى التسمية دي طبعا المركب ده. قبل ما نكمل بس معانا اصبر بس، انا ايه، انا بتكتك لك واحدة واحدة هنفهم الدنيا تبقى ماشية ازاي دلوقتي، ما تقلقش. يا دكتور عندك مركب بالشكل ده هنسميه ازاي؟ اول حاجة فين البيرنت؟ ادي البيرنت اهو. اسم البيرنت ايه؟ 2 ان يا دكتور، انا كنت لسه مسميهولك عندك هنا فين؟ مش مهم. 2 ان يا دكتور اسميهم حلقه خماسيه فيها 2 ان. حلقه خماسيه فيها 2 ان. اول حاجه حلقه خماسيه قول ساتيوريتد ولا ان ساتيوريتد؟ ان ساتيوريتد. يبقى ايه؟ يبقى 2 ان دايازو. دايازول. ما انا عندي كده ايه؟ دايازول. طب جميل يا دكتور. تعالى ندي الارقام بتاعتها او الحروف بتاعتها. هدي الحروف ازاي؟ هقول ادي ايه، بعد كده بي، بعد كده سي، وبعد كده دي. يبقى انا كده عندي الحرف هو الدي. اروح كاتب كده فاتح القوس وكاتب الدي. طيب جميل. تعالى عند المركب التاني. المركب التاني كنت بسميه ايه؟ بايرازول. طيب جميل. قصدي البيرول. فاقول يا دكتور ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته. يبقى يا دكتور ماشيين بالشكل ده من عند اتنين لتلاته. فاقول طيب وهنا اتجاه الحروف ازاي كده؟ فاقول الحروف ايه؟ تلاته واتنين دي دايازول اهو. ادي بايرولو. بايرولو اتنين، تلاته واتنين دي دايازول. بقى بايرولو اتنين، تلاته واتنين دي. ليه تلاته؟ لان اتجاه الحروف كده، وانا بمشي تبع اتجاه الحروف مش تبع الارقام. اهو يبقى اول حاجه قابلتها 3 بعد كده 2. خلاص يا دكتور بقول 3 و2 دي ايه بقى؟ دايازول. اروح جاي ماسح كل اللي انا شفته ده كأني ما شفتش حاجه. هبدأ ترقيم. هرقم منين؟ من هنا ولا من هنا؟ لا امشي من هنا علشان ندي للارقام اقل رقم. اقول ادي واحد، اتنين، تلاته، اربعه. يبقى خدت واحد وتلاته واربعه اقل حاجه. طيب انا عند رقم اتنين في مجموعه ميثايل، فاقول اتنين ميثايل بايرولو 3 و2 دي دايازول. جميل. جميل جدا 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 جدا. طيب تعالى بقى يا دكتور معانا كده نشوف الايه. تعالى طيب تعالى كده بقى معايا يا دكتور نشوف الجزء التاني كده. كنت عامل لك شويه اسئله هنا حلوين جمال جدا. طيب اول حاجه المركب ده يا دكتور احنا كنا لسه واخدينه دلوقتي، وقلنا انهي هنا البيرنت؟ ده البيرنت ولا دي؟ لا احنا اتفقنا ان ده البيرنت، وقلنا البيرنت بسميه ايه؟ بايريميدازين. طيب سمينا البيرنت بايريميدازين. هدي بقى الارقام، هدي حروف. اقول A B C. خلاص انا عندي بايريميدازين او بايريدازين وادي السي. طب تعالى هنا نشوف يا دكتور نرقم اقل رقم. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. يا دكتور انا الحروف كانت اتجاهها كده والارقام كان اتجاهها كده في نفس الاتجاه صح؟ يبقى انا هاخد من عند اربعة وخمسة. فاكتب اربعة وخمسة. المركب ده كنت بسميه ايه؟ بسميها بايريميدو.
بايريميدو. طيب جميل جدا. تعال المركب اللي بعده ده. المركب فين البيرنت؟ البيرنت بكل وضوح هنا لان فيها ان واكسجين. طيب المركب السداسي ده اسميه ازاي يا دكتور؟ واحده واحده. هو مركب سداسي، ستة باللاتيني معناها ايه؟ اي ان. طيب ساتيوريتد ولا ان ساتيوريتد؟ لا ان ساتيوريتد، يبقى اي ان اي. جميل يا دكتور. ده عنده نيتروجينا وعنده اكسجينا. طيب يبقى مين اللي يتكتب الاول؟ هقول له اوكز آذى. آذى هشيل الإيه لأن جاي بعدها إن، يبقى المركب بسميه أوكزازا، أوكزازين. طيب الأوكسازين ده يا دكتور عند رقم كام إحنا اتفقنا؟ هقول له يا دكتور لما أجي أرقم لوحده، خده لوحده كده على لوحده كده على جنب، هقول له واحد اتنين تلاتة. عند واحد وتلاتة يا دكتور هقول واحد وتلاتة أوكسازين، يبقى ده البيرنت بتاعي. طيب اكتب لي الفيوزد. الفيوزد ده يا دكتور بايرولو، ده بايريدين أو اسمها بايرولو، فاكتب له بايرولو واحد وتلاتة أوكسازين. طب نيجي بقى عند الحروف واحده واحده نسمي. ده البيرنت صح؟ احنا اتفقنا كنا بنقول ايه؟ A B C D، يبقى انا عندي كده الحرف دي. طيب وهنا البيرولو هقول ادي واحد اتنين تلاته. يا دكتور دي ماشي كده، هيقابل التلاته قبل الاتنين، الحروف اتجاهها كده من فوق لتحت، هيقابل التلاته الاول بعد كده الاتنين، اقول تلاته واتنين بيرولو، تلاته واتنين واحد وتلاته اوكسازين. جميل جميل. تعالى بقى ناخد المثال ده، احنا ممكن يكون حلنا شبه الاتنين دولت. هناخد بقى المثال اللي بعده. المثال اللي بعده بيقول لك ايه؟ انا عندي هنا نيتروجينا وعندي هنا نيتروجينا، عندي هنا اكسجينا وعندي هنا نيتروجينا. بالله عليك يا دكتور واحده واحده كده. انا عندي اكسجينا ونيتروجينا، ابدا بمين؟ لا يا دكتور انا كده عندي البيرنت اللي هو اكتر في التنوع، يبقى ده البيرنت بتاعي. واحنا خدنا كلام على كده. طب سمي لي البيرنت يا دكتور. حلقه خماسيه، وحلقه خماسيه فيها نيتروجينا وفيها اكسجينا. اول حاجه سمي لي الحلقه الخماسيه اول اهو. ساتيوريتد ولا ان؟ لا ان ساتيوريتد، يبقى اولي. طيب يا دكتور تعالى نسمي اوكسازا اهو، ادي اوكسازا، يبقى اوكسازول. ادي كلمه اوكسازول. عندي رقم كام؟ رقم اقول ادي واحد اتنين تلاته، واحد وتلاته اوكسازول، ده كده البيرنت بتاعي. طب تسمي لي كده الفيوز دي يا دكتور. الفيوز المركب ده على بعضه بسميه اميدازو او اميدازول. اميدازول. طيب يا دكتور الاميدازول ده انا كنت لما اجي اسميه بسميه اميدازو. اميدازو ده اسم بتاعه يا دكتور، اسمه ايه؟ اميدازو. طيب فهقول عند الاميدازو يا دكتور عندي اميدازو، ابدا بقى ابدا الحروف. يا دكتور هنرقم اقرب حرف، هقول ادي ايه، ادي بي، ادي سي، ادي دي. طيب جميل. وهنا هقول ادي لا هبدا من عند الساتيوريتد، هقول ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي اربعه، ادي خمسه. يا دكتور ليه ما بداتش من تحت؟ اول حاجه انا بدات من فوق لان هي ساتيوريتد عندها هيدروجينا، هي لها اولويه. طب ليه مشيت يمين ما مشيتش شمال؟ هقول لك يا دكتور مشيت يمين عشان ادي للهيتيرو اقل رقم ممكن. طيب يا دكتور الاي والبي والسي السهم جاي كده. طيب هنا هيقابل الاول اربعه، بعد كده هيقابل خمسه، بعد كده اربعه، دي خمسه. فاقول خمسه واربعه، اكتب هيقابل اربعه ولا خمسه؟ واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. احنا قلنا ادي A، ادي B، ادي C، ادي D. ماشي انا عندي كده دي. طيب السهم ماشي ازاي؟ ماشي كده. في حاجة غلط احنا عملناها، إيه هي يا دكتور؟ ادي A، ادي B، ادي C، ادي دي. لما يكون عندك يا دكتور، لما يكون عندك معلش، السهم ماشي اتجاهه ازاي؟ السهم ماشي اتجاه كده. هل انا عندي امكانيه ان انا اسمي من هنا اقول ممكن واحد اتنين تلاته اربعه خمسه؟ عندي امكانيه. ما انا لو سميت من هنا هي هتبقى واحد وتلاته وواحد وتلاته. خلاص سمي في اتجاه السهم. اسمي فين؟ في اتجاه السهم. السهم ماشي كده، بما ان انا يا دكتور هنا تاخد اربعه وهنا خمسه، لا سمي في اتجاه السهم احسن. اتجاه السهم بيقول لك اربعه وخمسه دي، اربعه وخمسه الاول، ماشي عند الاربعه بعد كده الخمسه، يبقى اربعه وخمسه دي. طب جميل جدا كده يا دكتور. يبقى انا كده سميت البيرنت وسميت الفيوزد، سميت البيرنت وسميت الفيوز، سميتهم ايه؟ اميدازو 4 و5 دي، 1 و3 اوكسازول. يا دكتور انا عندي هنا هيدروجين، عاوز اوضح ان الكربونه دي ساتيوريتد فيها الاتش دي ساتيوريتد، اعمل ايه؟ قال لك خلاص تعالى رقم يا دكتور. هنرقم منين؟ هقول له عندي الاكسجين اللي لها الاولويه، بقول له ادي واحد اتنين تلاته، هعدي البتاع واكتب اربعه وبعد كده خمسه وبعد كده سته، فاقول له 4 اتش. والاتش بتكون يا دكتور مايله 4 اتش. اميدازو 4 و5 دي، 1 و3 اوكسازول. تعال عند المركب ده. المركب ده انا عندي ان واس وعندي ان وان، اختار انهي؟ مش انا عندي ان في الحلقتين؟ يبقى اختار الحلقه الاكبر. بما ان عندي الان، اختار الحلقه الاكبر ليها الاولويه عن الاكتر في الهيتيرو. يعني بما ان عندي ان وعندي مثلا هنا ولنفرض 3 اس مثلا، ولنفرض وهنا عندي ان واتش، اختار انهي؟ اختار الحلقه الاكبر. الحلقه الاكبر ليها الاولويه عن الهيتيرو. طيب خلاص انا عندي الان اهو، يبقى مين الحلقه الاكبر؟ الحلقه الاكبر اهي، يبقى دي لها اولويه. الان والان ده يا دكتور الحلقه دي بسميها ايه؟ بسميها بايريدازين.
اشمعنى بايريدازين؟ الان والان قصاد بعض عند رقم 1 و4. طيب كتبت بايريدازين اهو. يا دكتور بعد اذن حضرتك ممكن تقول لي الحروف؟ اما اجي اكتب الحروف بقى اقول له ايه؟ ادي A، ادي B، ادي C، ادي A، ادي B، ادي C. خلاص يبقى دكتور هي عند حرف الايه؟ عند حرف الايه، فاكتب كده A. جميل، عند الحرف بتاع ايه؟ الايه. طب تعالى يا دكتور قول لي الارقام. هقول له ادي السلفر رقم 1، ده رقم 2، ده رقم 3. طب يا دكتور اتجاه الحروف ازاي؟ من فوق لتحت اهو، ماشي كده. هيبدأ من اول من عند الاثنين. اتجاه الحروف ازاي؟ ماشي عندي كده، ماشي عند ايه كده من فوق لتحت. يبقى 3 بعد كده 2، اقول له 3 و2 ايه؟ بايرازين، بايرازين. طب المركب ده كان اسمه ايه؟ ده سلفر معاها نيتروجينا. سميه لي المركب حلقه خماسيه. امسح لي بس الكلام ده كده. حلقه خماسيه، خماسيه يعني اول. ساتيوريتد، unsaturated يبقى اولي، فيها سلفر وآزا فسميها صيازه. سيازول. يا دكتور عند رقم كام؟ 1 و3، فاكتب 1 و3 سيازول اهو. 1 و3 سيازول. 3 و2 ايه؟ بايرازين. طيب جميل، انا عايز اوضح ان النيتروجينا دي ساتيوريتد والنيتروجينا دي ساتيوريتد. ما ساتيوريتد يا دكتور مش عامله دبل بوند، عاوز اوضح الكلام ده. عشان توضحها تقول ايه؟ هسمي المركب كله من اوله لاخره. طيب يا دكتور اسمي المركب كله، اسمي منين؟ قال لك سهله وجميله. اسمي بحيث ادي للهيتيرو اتم اقل رقم. يعني انا ممكن ابدا من هنا او ابدا من هنا. هبدا منين؟ هقول له ادي واحد. او من هنا هقول له ادي 1 2 3 4 5 6. لا ده احنا غلطنا. 1 2 3 يا دكتور الان ديت هتتحسب معانا ليه؟ لان هي موجوده عندنا في الجنكشن هنا حلقه تيرو، فاكتب هنا 3 4 5 6 7. فهكتب 7 اتش. 1 و3 سيازو، سيازولو، سيازول. وهشيل الاي بقى واحط مكانها او، لان انا عارفها ان هي فيوجن. سيازولو. 3 و2 ايه؟ بايرازين. 3 و2 ايه؟ بايرازين. طب والان دي يا دكتور ما كتبتهاش ساتيوريشن ليه؟ لان هي ماسكه في 3 روابط. خلاص مش هكتبها بقى الساتيوريشن بتاعها، هكتبها ان هي 7 اتش بس. جميل، جميل. يبقى كده الحمد لله خلصنا مع بعض التسميه. يعتبر الايه؟ الايوباك في الحلقه الهيتين. طيب نعمل ايه بقى؟ الدكتور بعد كده، الدكتور بعد كده دخل قال لك يا دكتور احنا عندي الحلقات الثلاثيه اللي بالشكل ده. الحلقات الثلاثيه بالشكل ده، في بعض الحلقات اللي هي الحلقه اللي شبه دي بسميها الكربازول. سميها الايه يا دكتور؟ الكربازول. طيب بقول لك الدكتور بيقول لك بقى يا دكتور ان احنا عندنا في بعض المركبات زي الكربازول ده بيكون ليه ترقيم مختلف خالص. تعال نشوف يا دكتور المركبات اللي ليها ترقيم مختلف كده. قال لك يا دكتور بيكون عندك مثلا كربازول. انا عندي كربازول اهو، ترقيمه بيكون ازاي؟ قال لك الكربازول عباره عن حلقه بنزين ماسكه فيها حلقه خماسيه وماسكه فيها حلقه بنزين. واحده واحده. اول حاجه يا دكتور الكربازول عباره عن حلقه خماسيه فيها ان حلقتين بنزين على جنب. بنرقمهم ازاي؟ بنبدا من الطرف من هنا. بص ركز معايا. بنقول ادي واحد، ادي 2، ادي 3، ادي 4. بنقل الفيوجن وبنقل، مفيش مش هسمي هنا. ادي 5، ادي 6، ادي 7، ادي 8. وبنقل الفيوجن بسمي الاتش دي كام؟ 9. فبسميه ايه؟ كاربازول. يبقى لما تشوف المركب ده كله على بعضه تعتبره بيرنت عندك اسمه كاربازول. في مركب تاني بيتسمي بطريقه نفس الطريقه بس بطريقه مختلفه شويه، اسمه اكريدين. 1 2 3 4. بعد كده نقلنا الاثنين دول 5 6 7 8 وعندي 9 والان بقت 10 اكريدين. وبقى برضو البيورين بيسمي بطريقه مختلفه. اول واحد هيسمي الكربونتين دول. بص ده سمى ازاي؟ قال لك 1 2 3 4. جه هنا 5، رجع 6، نط 7، 8 9. البيورين ده طريقه تسميته مختلفه. فالمغزى ايه؟ المغزى ان الدكتور قال لك قعد الكربازول ده وقال لك ايه؟ قال لك ليه تسميه مختلفه خالص يا دكتور. طيب تعالى يا دكتور اديني بعض الامثله على الكربازول. تعالى بس اكبر لك الكربازول كده واخده لك على جنب كده، نكبره لك بالشكل ده. انا عندي كده كربازول، وريني. عندي كده كربازول يا دكتور، ده كده كله على بعضه كربازول. طيب انا عاوز اسمي المركب ده. اول حاجه انا عندي هنا ان، حلقه فيها ان وحلقه فيها ان. بعد كده افكر في ايه يا دكتور؟ فكر يا دكتور في اكبر عدد من الحلقات اهو. ادي 1 2 3 حلقات، اما دي حلقه واحده. يبقى ده معايا البيرنت. جميل، جميل. سمي لي المركب ده كله على بعضه بسميه يا دكتور كربازول. طيب جميل، سميته كربازول. انا عايز بقى من البيرنت اطلع الحرف. انا كنت ببدا منين؟ بقول له واحد. انا سميته لك ايه؟ 1 2 3 4. فهتقول عند الواحد A، بعد كده B، بعد كده C. صح؟ هقول ادي A، ادي B، ادي C. يبقى يا دكتور الفيوجن خد رقم كام؟ خد رقم C. فكده الكربازول سميناه والفيوجن معايا خد رقم C. طيب جميل، خد رقم C. اتجاه الحروف ازاي؟ الاتجاه ماشي كده.
تعالى نشوف بقى نرقم. المركب ده عندنا اسمه ايه؟ بايريدين. وخلي بالك ده مهم جدا، بايريدين. طيب سميناه يا دكتور، ده هيبقى فيوجن، فبسميها بايريدينو. بسميها ايه؟ او بايريدو، معلش بايريدو، بسميها بايريدو. طيب جميل، يبقى انا عندي بايريدين بسميته بايريدو. طب الحروف بقى، الارقام هقول ادي واحد اتنين تلاتة، يبقى هيمشي السهم بدايته باتنين وبعد كده تلاتة، فاكتب اتنين وتلاتة سي. اتنين وتلاتة سي. بايريدو كاربازول. طيب يا دكتور، بعد اذن حضرتك انا عايز اقول ان المركب بقى بعد كده عندي اتشايه اهي. اجيب الاتشايه دي ازاي؟ قال لك انا بسمي وبدل الهيتيرو اتوم اقل رقم ممكن. بدل الهيتيرو اتوم اقل رقم ممكن. تعال نسمي. هبدا تسميه منين؟ هبدا ترقيم منين ككل؟ تعال نبدا ترقيم من عند الفيوجن من هنا. اقول ادي واحد. ما انا مش هينفع ابدا من هنا اقول واحد اتنين تلاته، ما ينفعش. اه بقول واحد. يا اما انا هبدا من هنا يا اما هبدا من هنا. تعال نجرب. واحد اتنين تلاته اربعه. هنط ده فيوجن اهو هنطه، وهنا برضو فيوجن هنطه، وهنا برضو فيوجن هنطه. يبقى اربعه خمسه ستة سبعة تمانية تسعة. اه يبقى دي خدت رقم تسعة. طيب جميل. تعالى يا دكتور نسمي من الرقم من الناحية التانية. قول ادي واحد اتنين تلاتة أربعة، فيوجن شيل الفيوجن، خمسة ستة، فيوجن شيل الفيوجن بقت سبعة. اه يا دكتور انا لو رقمت من هنا هتاخد أربعة وسبعة، بان انا لو رقمت من هنا تبقى واحد واحد وتسعة. لا، أربعة وسبعة أحسن بكتير يا دكتور. طيب في الحالة دي يا دكتور أبدأ أسمي ازاي ولا أبدأ أقول ازاي؟ هقول لك يا دكتور أنا عندي رقم سبعة فيه هيدروجين، فأقول سبعة هيدرو، سبعة اتش بايريدو، سبعة اتش بايريدو ايه اتنين وتلاتة سي كاربازول. اتنين وتلاتة سي كاربازول. جميل. جميل. يبقى ده كده الترقيم بتاعنا. حلو الكلام، حلو الكلام. تعالى بقى يا دكتور نشوف مثال تاني. مثال التاني بقى كان على الكينولين. جاب لك الكينولين يا دكتور اهو. ادي الكينولين اهو. عندي حلقه ان ده على بعضها بسميها كينولين. ده يا دكتور البيرنت ولا دي؟ لا يا دكتور الاثنين دولت على بعض هم البيرنت. ليه؟ لان هم اكتر من حلقه. طيب يبقى سميت الكينولين. تعالى يا دكتور رقم لي الكينولين. قال لك الكينولين تعالى كده على جنب. حلقه البنزين اهي ماسكه في كينولين بالظبط. ده كده يا دكتور كينولين بقول له ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه. ما برقمش الفيوجن. طيب يا دكتور يبقى اما اجي ارقم من هنا اقول ادي ايه، ادي بي، ادي سي. اه ده ماسك كده عندي سي، يبقى الارتباط بتاعي كده عندي كام؟ عندي سي. ارسم لي بس بالرقم ده A B C. طب تعالى رقم لي من هنا اقول ادي واحد اتنين تلاتة. همشي ازاي يا دكتور؟ من عند الاي بي سي كده هقابل التلاتة بعد كده الاتنين، فاقول تلاتة واتنين سي. المركب ده بسميه بايرولو. يبقى بايرولو 3 و2 سي. يا دكتور انا عاوز احدد مكان الهيدروجين. هبدا ارقم يا دكتور، هبدا ارقم المركب ككل بقى عشان احدد مكان الهيدروجين. هقول ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. اه يا دكتور ده عندي رقم واحد، فاكتب واحد هيدروجين، فاكتب واحد ايه؟ هيدروجين. كده زي الفل. زي الفل. يبقى انا كده حددنا مع بعض يا دكتور الكربازول، وخدنا مع بعض الايه؟ الكينولين. دي برضو جزئين الدكتور ذكرهم معانا في المحاضرة. آخر حاجة في المحاضرة الدكتور كان ذكرها معانا أو قبل الأخيرة، ذكر معانا التسمية اللي فوق خالص دي، اللي احنا خدناها فوق خالص دي. تعالى كده. التسمية دي جه قال لك ايه يا دكتور؟ قال لك ان انت لما يكون عندك حلقه بنزين ومعاك السلفر. احنا اتفقنا في المحاضره اللي فاتت ان انا كنت بسميها صايع بي بنزين، او كنت بحط يعني الحرف، وعرفت ازاي بجيب الحرف فيها. قال لك لا انا ممكن اسميها بطريقه تانية مختلفه. ازاي بقى الطريقه التانية المختلفه؟ قال لك انت عندك دي كلمه بنزين صح؟ اكتب لي كلمه بنزين، كتبت كلمه بنزو. اه ده كده البريفكس بتاعي. طيب ودي المركب ده كله على بعضه بسميها صيوفين. يبقى بنزو صيوفين اهو. بنزو صيوفين. طيب يا دكتور بعد اذن حضرتك، هي المسافه ده الايه؟ ده اللي عباره عن الماسكه بتاعته ايه؟ هي السلفر بينها وبين الماسكه كام كربونه؟ كربونه واحده، فبقول ادي واحد. فاروح كاتب بره كده واحد صيوفين، واحد بنزو صيوفين. يعني بعد الجنكشن السلفر بيكون موجود على طول. بعد الجنكشن السلفر بيكون ايه؟ موجود على طول. بدل ما اكتب بقى بنزو بي صيوفين، لا بكتب واحد بنزو صيوفين، واحد بنزو ايه؟ صيوفين. ده كده التسميه الثانيه. يبقى انا عندي كده كام تسميه يا دكتور في حلقه البنزين؟ مع حلقة البنزين عندي ثلاث تسميات. يعني هم يا دكتور ثلاث تسميات. أول حاجة التسمية الشائعة، التسمية الكومون نيم، اللي أنا كنت بقول عندي كينولين وأيزوكينولين والإندول
الكينازولين. طيب بعد كده دخلنا في التسميه الانهي اللي هو واحد بنزو فيوران اهو، عندي ده كده بسميها بنزو اهو، وده عندي بسميه فيوران، بسميته فيوران. فالفيوران عند البنزينه بالنسبه للبنزينه بينهم وبين كام كربون؟ هي واحده بس، فبقول واحد بنزو فيوران، واحد بنزو فيوران. جميل. طب نفس الكلام واحد بنزو سيوفين، واحد بنزو سيوفين. قال لك ممكن اكتبهم بقى ايه بالحروف، حتى هنا راسم لك الحروف هنا بس ما كتبهاش. انا كتبت لك وعلمتك ازاي تكتب بالحروف، هو الدكتور شرحها بس مش مكتوب في السلايدز، فانا علمتك، حتى هو كاتب الحروف اهي، كاتب الحروف، فانا علمتك ازاي بتجيب الايه الحروف. طيب جميل، جميل جدا 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 جدا. كده برضو خلصنا موضوع البنزين، يبقى احنا كده عرفنا ثلاث تسميات. اول تسميه معايا يا دكتور بالحروف، ان انا اكتب بنزو، وبعد كده افتح قوسين واكتب حرف، وبعد كده اكتب الحلقه الثانيه. طيب تاني تسميه كانت عندي اللي هو الكومون نيم اللي هو الكينولين واخواته. تالت تسميه كانت عندي ان انا بقى احط الارقام بتاعتي بالرقم، اكتب مثلا المركب ده، ادي يا دكتور بنزين اهي، وادي المركب ده بسميه فيوران، فاكتب بنزين بنزو فيوران، بنزو فيوران. طب يا دكتور بعد اذنك هي الاكسجينه دي بينها وبين البنزين كام حرف؟ اقول لك يا دكتور ادي واحد، ادي كربونه، ادي اتنين، فاكتب عند رقم اتنين فاكتب اتنين بنزو فيوران، اتنين بنزو ايه فيوران. جميل جميل. طب لما يكون عندك بنزين وكينولين بعمل ايه؟ بروح كاتب الكينولين لوحده اهو، وابدا اعد اقول ادي ايه ادي بي ادي سي ادي دي ادي اي ادي اف، اروح كاتب اف، يبقى بنزو اف كينولين، بنزو اف كينولين. طيب كده الدكتور وصلنا لحد ما الدكتور ما خلص معانا الجزئيه دي. جه في الاخر خالص بقى الدكتور قال لك ايه يا معلم؟ الدكتور يا معلم جه في الاخر وقال لك ايه؟ احنا كده خلصنا دول. الدكتور جه في الاخر وقال لك لما يكون عندك الهيتيروسايكل سبستيتيوشن. يعني ايه الكلام الهيتيروسايكل سبستيتيوشن؟ اصغر لك بس سنه بسيطه اوضح لك الكلام. لما يكون عندك مثلا بالشكل ده بايريدين اهو، بايريدين، وماسك معاه هنا يا دكتور بالشكل ده مركب معاه بالشكل ده، يا دكتور ده هيتيروسايكل وده هيتيروسايكل. هسميهم ازاي بقى؟ طب هو اصلا مش ماسكين بفيوجن، انا لو كان ماسكين بفيوجن يبقى ماسكين برابطتين، ده هنا مش ماسكين بفيوجن. هنا بيقول لك انا بسمي واحده بيرنت والتاني تفرع، ارجع للاصل بتاعي ان انا كان عندي حاجه بسميها سبستيتيوشن زائد البيرنت، تفرع زائد الاصل. فين الاصل؟ الاصل الكبير، والتفرع فين؟ الصغير. الاصل الكبير والتفرع الصغير. طيب اكتب يا دكتور الاصل ده عندي بايريدين صح، كتبت بايريدين. جميل. يا دكتور البيريدين رقمه لي، اقول له واحد اتنين وتلاتة. عندي رقم تلاتة، اروح فاتح قوسين كده، عندي رقم تلاتة فاتح قوسين، عندي تفرع. المركب ده كام كربونة؟ اربع كربونات، كنت بسميه ات. ماشي. ساتيوريتد ولا ان ساتيوريتد؟ لا ده ساتيوريتد. ساتيوريتد واربعة يا دكتور كان بياخد ايه؟ كان بياخد ان ولا ايدين؟ لا ده في ان يا دكتور فبياخد ايدين، يبقى ايتيدين. طيب ايتيدين وعنده نيتروجين فبسميها ازا. يا دكتور ده ازيتيدين، ازيتيدين. بس لحظة، ده ازيتيدين ماسكة بتفرع عند رقم كام؟ واحد اتنين، فبكتب اتنين ازيتيدين، ازيتيدين. طيب يا دكتور ده اتنين ازيتيدين كده بالشكل ده، في مشكلة ليه؟ لأن هي تفرع، والتفرع أنا كنت فاكر زمان لما كنت بقول لك ميسايل، فاكر أنت كلمة ميسايل؟ كنت بضيف للفرع بتاعي واي ال، كنت بضيف للفرع بتاعي إيه؟ واي ال. طيب يا دكتور أنا عايز أضيف له واي ال، أضيف للاتنين أزيتيدين ده واي ال، أعمل إيه؟ قال لك تعالى نطبق بقى القاعدة بتاعتنا. القاعدة بتاعتنا بتقول لك اكتب لي الاسم بتاعه ونقص منه اي، نقص منه حرف الاي اللي في الاخير، يبقى الازيتيدين اللي اخرها اي دي شيل الاي، وحط مكانها الرقم وحط مكانها واي ال، حط مكانها الرقم وحط مكانها واي ال. يعني بكتب بدل ما اكتب اتنين ازيتيدين لا حط ازيتيدين دي هتعمل ايه؟ ازيتيدين هنشيل الاي ونحط اتنين وبعد كده واي ال. والله يا دكتور انا مش فاهم، واحده واحده افهمك، واحده واحده نفهم مع بعض. انت عندك يا دكتور دي حلقه ايه؟ فيوران صح؟ ولنفرض ان حلقه فيوران دي كانت تفرع، يعني بدل ما يكون المركب بالشكل ده سميناه فيوران. ارسم لي الفيوران. الفيوران حلقه خماسيه بالشكل، ادي او وادي او وادي ايه كده بالشكل ده كده يا دكتور، ادي الفيوران بتاعتي اهي، ده كده عندي فيوران. هسميه انهي يا دكتور؟ لا ده البايريدين هو اللي له اولويه، فسميت بايريدين. طيب وانا عندي فيوران،
طيب يا دكتور هو التفرع ده كان عندي رقم كام؟ 1 2 3، فاكتب 3، افتح قوس، اكتب في القوس بقى ايه؟ فيوران، صح؟ طب يا دكتور ده عندي رقم 3، فاكتب فيوران 3 واي ال، فيوران 3 واي ال، فيوران 3 واي ال. طيب علشان اختصر الكلام ده بدل ما اكتب فيوران 3 واي ال، قال لك ان الفيوران ليه اسم جاهز، بسميه ايه؟ فيورايل، بسميه ايه؟ فيورايل، واكتب قبليه رقم 3، او اكتب قبليه 1 2، فاكتب 2 فيورايل، 2 فيورايل. طب اشمعنى بتكتب هنا رقم وبتكتب هنا رقم؟ هنا كتبت 3 يا دكتور، 3 على ايه؟ لان حلقه البايريدين فيها تفرع عند رقم 3، يعني لو كان عندي 3 مثلا كنت كتبت 3 ميثايل. طب عندي 3 فيوران، فاكتب 3 فيورايل. طب يا دكتور ما هو ممكن الفيوران ماسك عند رقم هنا كام؟ عند رقم 2. ما انا ممكن ارسم لك المركب ده، ادي البايريدين بتاعنا بالشكل ده، ولنفرض ان ده بايريدين، وماسك هنا يا دكتور بالشكل ده. في ايه الفرق ما بين دي والفرق ما بين دي؟ هنا الفيوران ماسك عند 2 من الفيوران، ماسك عند 3 من الفيوران. يبقى تفرق، يبقى انا لازم وانا بكتب كلمة فيورايل احدد مكان الفرع بالنسبة للفيوران ذات نفسه، يعني بالنسبة للمركب الهيتيرو احدد مكان الفرع بتاعه، يبقى مكان الفرع بتاعه لازم أن يتحدد. يعني يا دكتور ده كان مكان الفرع بتاعه عند رقم كام؟ عند رقم 2، فاكتب 2 فيورايل، 2 فيورايل. او اكتب ايه؟ او اكتب يا دكتور لو مثلا هنا ده عند رقم 3 اهو، فهنا كتب لك ايه؟ فيوران 3 واي ال، او 3 فيورايل، او 3 ايه؟ فيورايل. طيب قال لك في بعض الاسماء بيكون لها حاجه شائعه، يعني فيوران بيكون ليه فيورايل، سايوفين بيكون سايوفايل، سايونايل معلش، سايونايل. بايريدين بيكون بايريدايل لما يكون كتفرع بايريدايل. بيبيريدين بسميها بيبيريدايل، بيبيريدايل. كينولين بسميها كينولايل. طب ايزوكينولين بسميها ايزوكينولايل. يا دكتور دولت بس الايه الشواذ. في عندنا القاعده ممكن تمشي عليهم عادي، القاعده اللي انا بقول ايه؟ بكتب اسمه، بشيل منه حرف الاي، وبكتب المكان الرقم بتاعه، مكان الرقم، وفي الاخر بحط واي ال. يعني يا دكتور البايريدين مثلا، ولنفرض ان هو تفرع، او المركب ده تفرع، مش المركب ده بسميه سايوفين؟ سميه لي يا دكتور ان المركب ده سايوفين تفرع. فيا دكتور انا ممكن اكتبه بالشكل ده سايونايل، وافتح قوسين، لازم يتحط ما بين قوسين بقى، واكتب قبليه 2 سايونايل مثلا عند رقم 2، كان التفرع عند رقم 2. في السايونايل هو مثلا هو كان التفرع عند رقم 3 في في البيرنت بتاعه، وهو جواه ماسك فيه عند رقم 2. طيب او ممكن اكتبه بالشكل تاني مختلف، اكتبه اللي هو ايه الشكل التاني المختلف؟ اكتب له سايوفين اهو، سايوفين 2 ايل. يعني ممكن تطبق عليه قاعده، ممكن تطبق عليه قاعده اهو، صايوفين 2 ايل، 2 ايه؟ ايل. تمام تمام. نفس الكلام كينولين 2 واي ال، او ممكن اكتب 2 كيونولايل، ماشي. بيبيريدين نفس الكلام، دي البيبيريدين، بيبيريدين زي البيريدين بس كلها ساتيوريتد. تعال ناخد امثله ونطبق. اول حاجه يا دكتور عندي مركب بالشكل ده بايريدين، وعندي بايرول. مين البيرنت؟ واحده واحده. مين البيرنت هنا؟ البايريدين. يبقى اكتب لي كلمه بايريدين في الاول يا دكتور، تعالى رقمها لي. هقول لك وانا برقم، ادي البايريدين 1 2 3، يبقى عندي رقم 3 فيه عندي تفرع. طيب عندي تفرع، هو المركب ده اسمه ايه؟ اسمه بايرول، اسمه بايرول. طب يا دكتور البايرول ده، البايرول اللي عندي ده انا عايز اسميه يا دكتور، قال لك تعمل ايه؟ تيجي تطبق القاعده، انا عندي بايرول اهو، ادي البايرول، هشيل الاي واحط مكانها ايه؟ واي ال. طيب ومكان الاي احط مكان الرقم بقى بتاعها، الرقم فين؟ الرقم كان فين يا دكتور؟ رقمنا اهو، ادي 1 2، فاكتب بايرول 2 واي ال اهو، يبقى بايرول 2 واي ال. بس انا عندي هنا اتشايه، ممكن بس تكتب لي 1 اتش، و1 اتش بايرول 2 واي ال، انا ممكن اشيل اتش عادي مش هتفرق، ماشي. طيب يبقى 3 1 اتش 2 بايرول. طب تعالى نشوف المركب ده. المركب ده انا رقمته لك وانا بكتبه لك وانا برسمه لك، خلي بالك السلايدز دي واخده مني وقت طويل. طيب اول حاجه فين البيرنت؟ البيرنت عندي بايريدين، كتبت كلمه بايريدين. طيب يا دكتور فين التفرع؟ ادي التفرع اهو، اعد اقول ادي 1 2 3، صح؟ جميل جدا. 3 يا دكتور هنا بقى ماسكه فين؟ ماسكه في بيبيريدين، فبكتب بيبيريدين. البيبيريدين ماسكه فيها عند رقم كام؟ 1 2 3، فبكتب بيبيريدين 3 واي ال، بيبيريدين 3 واي ال. وهي التفرع كان عند البيريدين عند رقم كام؟ 3، فاكتب 3 بيبيريدين 3 واي ال ما بين قوسين، واكتب ايه؟ بايريدين. انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اكتب لها يا دوب بالشكل ده بابيريدايل، واكتب قبلها 3، 3 بابيريدايل، 3 ايه؟ 3 بايريدين.
المركب اللي بعده، المركب اللي بعده عندي هنا يا دكتور ايه؟ عندي بيرول وعنده سيوفين، عندي بيرول وعنده ايه؟ وعنده سيوفين. مين البيرنت؟ البيرنت البيرول. ليه؟ لان في نيتروجين. خلاص كتبت كلمه بيرول. طب جميل يا دكتور، كتبت كلمه بيرول. وضح لي بقى الاتشا دي رقم كام؟ رقم واحد. جميل. هقول واحد اتنين تلاته، عندي رقم تلاته، في عندي تفرع. التفرع ده اسمه ايه؟ اسمه سيوفين. اسمه سيوفين. طب يا دكتور السيوفين ماسكه في فين مكان بالظبط في السيوفين؟ هقول له ادي واحد ادي اتنين، عند رقم 2 واي ال، يبقى سيوفين 2 ايل 2 واي ال، واحد اتش بايرول، واحد اتش ايه بايرول. تعال نشوف المركب اللي بعده واخر مركب معانا اللي هو المركب الايزوكينولين. انت بقى تحل الباقي مع نفسك، انا سايب لك دي تحلها وتيجي لي ترجع لي بيها. ماشي ماشي. عندي مركب بالشكل ده، ده بسميه ايه مع بعض كده؟ كينولين. طب تعالى سمي لي المركب ده كده يا دكتور. ده كينولين، ده شبهه بالظبط، بس الان اتغيرت بقت هنا بسميها ايزوكينولين. مين البيرنت؟ لا الكينولين هو البيرنت على الايزوكينولين، فبكتب كده البيرنت كينولين. ماسك عند رقم كام؟ اقول له ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته، ماسك عند رقم تلاته بايزوكينولين. طب رقم لي الايزوكينولين يا دكتور، اقول له ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه ادي خمسه ادي سته، يبقى ايزوكينولين 6 واي ال. ايزوكينولين 6 واي ال، يبقى كينولين. ماشي جميل جميل. المركب ده فيوران وبيريدين، يبقى البيريدين ليه الأولوية. عند رقم كام؟ واحد اتنين تلاتة، عند رقم تلاتة من ايه؟ من البيريدين. في عندي ايه؟ في عندي اتنين فيوران صح؟ فبسميها فيوران 2 واي ال، فيوران 2 واي ال. يا رب يكون واضح معانا السبستيتيوشن التفرع بتاعنا. كده الحمد لله خلصنا مع بعض النهارده في الحلقة كل انواع التسمية حرفيا. كده انت المفروض تكون ملك تسمية. طيب المطلوب منك ايه؟ المطلوب منك ان المحاضرة اللي نازله لك دي الدكتور باعت لك تسمية وتطبيقات على التسمية. نمسك بقى المحاضرة كويس، نبدأ نحل بإيدينا، ناخد خطوات بإيدينا، خطوة خطوة واحدة واحدة. في أي سؤال معاك أنا موجود في أي وقت ممكن. يا رب أكون قدرت أوصل لك التسمية بشكل بسيط، بشكل جميل، بشكل واضح. في عندك أي سؤال ابعته لي. بس قبل ما نقفل مع بعض، في سؤال الدكتور جابه لك وقال لك أنا طبقت لك فيه كل الحالات. إيه هو بقى السؤال ده؟ السؤال ده يا دكتور بكل بساطة، استنى اقول لك كان كاتبه ازاي. كان عندي حلقة بنزين بالشكل ده كده، ماشي، وكان هنا في عندي نيتروجين، وقافل لك الحلقة بالشكل ده. طيب وهنا يا دكتور عمل لك كمان نيتروجين، وجه هنا عمل لك كمان نيتروجين، وجه هنا يا دكتور عمل لك مجموعة كربوكسيليك كربونايل بالشكل ده. اه وهنا دبل بوند دبل بوند. وقال لك يا دكتور بعد اذن حضرتك انت عندك هنا CH3. ينفع تسميه لي المركب ده واحدة واحدة نطبق القواعد بتاعتنا. يا دكتور فين البيرنت؟ هنا دي حلقة كام؟ دي حلقة خماسية. طب دي حلقة كام؟ سداسية. طب دي فيها ان، الحلقة السداسية فيها ان ودي فيها ان، بس دي فيها 3 ان، اما دي فيها ان واحدة. انا قلت لك انا ادام فيها ان خلاص، ادام فيها ان خلاص. ابدأ تاني حاجة افكر بيها الحجم، دي كام كربونة؟ دي 6. دي كام ذرة؟ دي 5. لا يبقى الستة تكسب، يبقى ده عند البيرنت. طيب البيرنت بتاع دي بسميها ايه؟ بسميها بايريدين. سمي لي كده بايريدين. طيب يا دكتور البايريدين، هبدأ أرقم بقى الإيه؟ الحروف علشان أدي للجنكشن ده أقل حرف. فأقول أدي إيه، يبقى أنا عندي كده خلاص أدي إيه، وادي بي، وادي سي. السهم ماشي إزاي؟ ماشي من فوق لتحت كده. طيب جميل. تعالى يا دكتور أنا عندي ده إيه؟ عندي ده مركب أنا معرفوش، أول مرة أشوف. خلاص سمهولي تسمية أيوباك. أنا دلوقتي اعتبرني أنا معرفوش خالص، أنا عارف تسميته شائع بس اعتبرني معرفوش. الدكتور قال لك اعتبرني معرفوش. سمهولي يا دكتور أو رقمهولي. هقول لك ابدا رقم واحد اتنين تلاته اربعه. انا ليه انا مشيت من هنا كده؟ علشان ادي للجنكشن اقل رقم ممكن. فانا اديت للجنكشن كام يا دكتور؟ تلاته واربعه. طب اتجاه السهم فين؟ ماشي كده. طب وهي نازلين هتقابل الاول الاربعه بعد كده التلاته، فاروح كاتب اربعه وتلاته. سمي لي المركب ده. المركب ده يا دكتور داي ازا اهو، داي ازا. هو كان خمسة يبقى أول، وساتيوريتد في دبل بوند يبقى أولي، يبقى دايازولي. دايازولي ماشي. رقمهولي يا دكتور. هرقمهولك أقول لك واحد واتنين دايازول، واحد واتنين دايازول. فاكتب لي كده يا دكتور واحد واتنين دايازول. ماشي. يبقى أنا كده سميت المركب. حلو الكلام حلو الكلام. أنا بقى وأنا بلاحظ كده لقيت عندي CH3 ولقيت عندي سي دبل بوند O. انا هكتبهم ازاي دولت يا دكتور؟ وبعد اذنك كمان انا عندي الاتن دي
مش عامله دبل بوند فساتيوريتد، المفروض يكون فيها اتشات. هسمي المركب ده ازاي وهكتبه ازاي؟ لا كمان يا دكتور احنا كده غلطنا معانا في حاجه. بص، انا قلت 2 ديازول، لا ده هو المركب دي في 3 يا دكتور، في 3 ان اهو، ده فيها ان هنا كمان. اه فانا عشان ما اتلخبطش اروح واخد المركب كده على جنب، واروح جاي ماسكه، ادي ان عامله دبل بوند، ماسكه في انايه كمان، والانايه دي ماسكه في دبل بوند او، ماسكه في انايه كمان اهي، والانايه دي ماسكه كده، الانايه دي عندها سي اتش 3. ابدا بقى اسمي المركب صح علشان انا ما كنتش شايف الان دي، اتضحك عليا فيها. هبدا ارقم، هقول ادي واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه. يبقى هي تلاته واربعه نفس الكلام، الترتيب بتاعنا كان صح. يبقى هو اربعه وتلاته ايه بايريدين. طيب جميل. يبقى المركب ده ما كانش كده، المركب ده بسميها ايه؟ بسميه تريازو، تريازول، تراي ازول. عند رقم كام؟ واحد واثنين واربعة، اقول واحد واثنين واربعة، واحد واثنين واربعة تراي ازول. جميل جميل. باقي بقى يا دكتور معانا في الاخر كله ايه؟ ان انا ابدا اسمي المركب كله على بعض، او ارقم المركب كله على بعض. فاروح جاي ماسح كل حاجه كده انا شايفها قدامي، ماسح كل حاجه كده انا شايفها ايه قدامي. تعالى يا دكتور رقم لي المركب ده. هقول لك ابدا ترقيم منين؟ هبدا ترقيم قد الهيتيرو اتوم اقل رقم ممكن، فابدا ارقم من هنا، اقول ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة. يا دكتور ده هنا الجنكشن او الفيوجن نيتروجين تترقم أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، ومفيش تسعة بقى كده، ده مش هيترقم، ده بسميها تمانية ايه. ماشي جميل. يبقى انا كده عندي تمانية يا دكتور. عندي رقم اتنين في مجموعة ميثايل، اروح كاتب اتنين ميثايل. صح؟ صح. تعالى يا دكتور، انا عندي فيه هيدروجين ولا مفيش هيدروجين عند رقم اتنين؟ رقم اتنين بما انها مش عامله دبل بوند فبفضل ان انا اكتب اتنين هيدروجين، يفضل ان انا اكتب كام؟ 2 هيدروجين. طيب الهيدروجين ده ممكن اقول لك دلوقتي ايه اللي هيحصل. طيب تعالى عند رقم 3 ده يا دكتور بقى، رقم 3 دي عندها ايه؟ عندها يا دكتور سي دبل بوند او. سي دبل بوند او دي حاجه بسميها المجموعه الوظيفيه، المجموعه الوظيفيه. طيب هي المجموعه الوظيفيه كانت بتتكتب ازاي؟ فكرني كده. كانت بتتكتب في اخر الاسم. فاكر انت اخر الاسم زمان؟ انا فاكر اخر الاسم، اخر الاسم. يا دكتور ده كان ده كيتون. فهسميه واكتب، اشيل حرف الاي ده اهو، واكتب 3 اون، واكتب ايه 3. ده انا فاكر ده من انواع الكيتون، يعني شايف الاسم طول معانا ازاي؟ 2 ميثايل، 2 اتش، 1 و2 و4 تراي ازول، 4 و3 ايه بايريدين، 3 اون. يا لهوتي. جيت دكتور بقى قال لك ايه؟ قال لك ان ال 2 اتش دي انا ممكن اكتبها هنا، 2 اتش ممكن اكتبها هنا. جميل، مش هتفرق معانا ال 2 اتش دي. قال لك بقى الكربوكسيليك اللي هو سي دبل بوند ده، امتى اكتبه هنا يا دكتور قدام؟ امتى اكتبه في الاخر خالص كده؟ وامتى اكتبه في البدايه؟ قال لك انا ممكن اكتبه في البدايه، بس وانا بكتبه في البدايه اللي هو السي دبل بوند او دي لما اجي اكتبها في البدايه بتكون كتفرع. اما هنا مش تفرع، ده هي البيرنت اصلا، انت تبع البيرنت يا دكتور. طيب جميل. قال لك لو كتبتها في البدايه بكتبها ايه؟ اوكزو. كتبتها في البدايه بكتبها ايه؟ اوكزا، اوكزا معلش، اوكزا. طب لو كتبتها يا دكتور في النهايه بكتبها كفانكشن جروب، فانكشن جروب. طيب اكتبها كفانكشن جروب يا دكتور، هكتبها ايه؟ هتكتبها فانكشن جروب يبقى اون، يبقى كيتون. قبليها الرقم بتاعها وبعدها اكتبها ايه؟ كيتون. وبرده هنا قبلها الرقم بتاعها. ماشي طيب جميل. واحده واحده بس كده مع بعض. انا فاكر زمان، ايام زمان، وانا بكتب وانا بكتب يا دكتور مع بعض كده، اللي هو سي اتش 3، سي دبل بوند او، سي او او اتش. فاكر كنا بنسمي المركب ده ايه؟ كنا بنسمي المركب واحد اتنين تلاتة، تلاتة يعني بروبان. يا دكتور كنا بنسميها بروبانويك اسيد. اه بروبانويك اسيد. طيب والكربونه دي اللي عامله سي دبل بوند او بسميها ايه؟ اوكزو، اوكزا. فبسمي اتنين اوكزا بروبانويك اسيد، اللي هو يعني ايه؟ اختصار للمركب ده. يبقى امتى اسميها تفرع؟ لما يكون عندي فانكشن جروب. طب هو انا عندي هنا يا دكتور فانكشن جروب معينه؟ انا ما عنديش هنا فانكشن جروب معينه. فالافضل، الافضل ان هي يتكتب 3 اون في الاخر، ان انا اكتبه 3 اون في الاخر. يبقى الافضل والافضل ان انا اكتبه ايه؟ 3 اون في الاخر. مهمه قوي دي، اوعى تنساها. ان انا اكتبه ايه؟ 3 اون ليه؟ ما عنديش فانكشن جروب، انا لا عندي ولا او اتش، ولا عندي سي دبل بوند، ولا عندي دبل بوند اي، ولا عندي اي فانكشن جروب. انا عندي مركب عادي خالص. في فانكشن جروب يبقى اكتب الفانكشن جروب بتاعتي في النهايه. جميل جميل. كده الحمد لله خلصنا مع بعض كل حاجه حرفيا الدكتور شرحها. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط، وان شاء الله تكون فهمت فيه كل حاجه.
أشوفك بقى في المحاضرات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.